كيقولوا بلي العمر مجرد أرقام، وبلي الإنسان كيكبر بالتجارب ماشي بالسنين. اليوم قفلت 19 عام، ولكن إلا شقيتي صدري وطليتي لداخل غتلقى روح ديال المرا في الربعينات. روح عيات من الجري في بلاصتها، وعيات من التعلق بخيوط واهية كتقطع مع أول ريح. تقدروا تقولوا قلبي خانني او تمرد عليا. في ديك اللحظة فاش تلاقات عيني بعينيه عرفت بلي داك الباب غيدخلني للجحيم. جحيم ما عنديش كيفاش نخرج منه. انا ما خططتش لهذا الشيء، ما بغيتوش، ولكن جاذبيته كانت بحال شي ثقب اسود كيجرني ليه، وانا ما فهماش حتى علاش. وقفت قدام المراية ديال الحمام في داك المطعم الصغير فين كنخدم. مسحت وجهي بالماء بارد وكنشوف في دوك الهالات السوداء اللي بداو كيرسموا خريطة ديال التعب تحت عيني. الملامح ديالي هادية، شعري اللي ديما مجموع بعشوائية، وعيني اللي فقدوا ديك اللمعة ديال الطفولة بكري. كبرت قبل وقتي. هذه هي الحقيقة المرة اللي كنسردها كل صباح مع القهوة ديالي. عائلتي ما عمرها كانت داك الحضن الدافي اللي كنشوفوه في المسلسلات. الوالد ديالي مات ملي كنت باقا صغيرة، خلى موراه فراغ كبير وبرد ما كيدفيه حتى شي غطا. والوالدة الوالدة اختارت طريق أسهل، عاودت زواجها ودارت عائلة جديدة، وليدة جداد. وأنا بقيت بحال شي ضيفة تقيلة أو شي تذكار من ماضي بغا طوي الصفحة ديالو. داكشي علاش هزيت حوايجي وخرجت من الدار، غير شديت الباك ديالي، تسجلت في الجامعة وخدمت جوج خدمات باش نقدر نخلص الكرا ونوفر لراسي أبسط ضروريات الحياة. حلمي كان بسيط: دار صغيرة، صالون دافي، وماكلة في الثلاجة بلا ما نضطر نحسب شحال بقى ليا في الجيب. بغيت غير نتنفس. وهنا دخل طارق لحياتي. هادي 3 سنين كان طارق بحال شي نسمة ديال البرد في صيف خانق. كان كيضحكني كينسيني في مشاكلي، ولكن المشكلة ديال طارق هي انه رفض يكبر. دابا وحنا عايشين بجوج، وليت كنحس براسي بحال انا هي ماماه التانية. انا اللي كنخدم شيفتات مضاعفة، وهو كيقضي نهارو مع صحابه كيحلم بمشاريع وهمية. طريق كان كبر مني ب3 سنين، واليوم نهار عيد ميلادي غنقفل 19 عام. طارق وعدني هذه السيمانة بلي غيوجد ليا مفاجأة. بقيت كنحسب السوايع في خدمتي، رجليا كيحرقوني بالوقوف، ولكن الفكرة ديال ان شي حد كيتسناني كانت مصبراني. غير ساليت شديت التليفون ولقيت ميساج منه: حبيبه سمحي لي بزاف، الدراري وحلو في شي مشاكل واضطريت نمشي نعاونهم، غنتعطل الليله، عيد ميلاد سعيد. ما بكيتش ملي كتوصل لدرجه ان الخيبه ما بقاتش كتبكيك. كتعرف بلي القلب ديالك بدا كيبرد وبلي النهايه قربات. خرجت من المطعم والشتا كانت كطيح بحال خيط من السما، كلشي كيجري باش يتخبى، ولكن انا بقيت كنتمشى تحت المطر. كنحس بالماء كيغسل وجهي، ولكن ما قادرش يغسل داك الخوال اللي في صدري. بلا ما نشعر لقيت راسي قدام واحد المقهى كلاسيكي قديم، الاضواء ديالو خافتة ودافية، وموسيقى الجاز كيتسرب الصوت ديالها من الباب. دخلت البلاصة كانت شبه خاوية. ريحة القهوة المطحونة، الخشب القديم والورق عطاتني واحد الإحساس غريب بالانتماء. جلست واحد الطبلة في القنت حدا الشرجم، كنشوف قطرات المطر كيتسابقوا على الزاج. طلبت قهوة كحلة وطيف صغير ديال الكيك. فتحت الصاك ديالي وجبت واحد الشمعة صغيرة كنت شريتها في طريقي، حطيتها وسط الكيكة وشعلتها. بقيت كنشوف ديك العافية الصغيرة كترقص. عيد ميلاد سعيد نهضة، همست لراسي بصوت خافت كيرجف. أمم، كتحتفلي بوحدك في نهار بحال هذا كيعني إما أنك أسعد إنسانة في العالم ومكتفية براسك، أو أنك محاطة بالناس الغلط. صوت رجولي عميق خشن وفيه واحد النبرة ديال التبات اللي قطعت عزلة روحي. هزيت عيني بالزربة. في العادة ما كنهضرش مع الغرباء، ولكن الحضور ديال هذا الراجل اللي كان جالس في الطبلة اللي مقابلة معايا
كان كيفرض عليك السكوت والتأمل. كان في بداية الأربعينات، لابس كبوت كحل طويل من الصوف الفاخر، طاوي الكمام ديالو وكاشف على درعان قوية وساعة كلاسيكية. شعره الكحل فيه خيوط بيضاء خفيفة من الجناب، زادتو واحد الهيبة غريبة، بحال شي أسد كيرتاح في المملكة ديالو. ولكن الحاجة اللي خلات أنفاسي تحبس هي النظرة ديالو. عينيه الكحل كانوا كيحفروا فيا، كيحللوا كل ملامحي، بحال الا كيقرا داك التعب اللي مخبياه مورا السكات ديالي. مسحت عيني بالزربه وحاولت نرد ديك النظره البارده اللي كنستعملها كدرع، وإلا كنت غير كنبغي الهدوء. حط الكتاب اللي كان كيقرا فيه ببطء فوق الطبله ومال بالصدر ديالو العريض القدام، شابك صبعانو الكبار مع بعضياتهم. اللي كيبغي الهدوء كيشرب القهوة ديالو وكيمشي، ولكن اللي كيشعل شمعة بوحدو وكيشوف فيها بديك النظرة اللي شفت في عينيك كيكون كيتسنى شي حاجة تضوي ليه داك الخوى اللي لداخل. الكلمات ديالو ضربوني نيشان القلب. حسيت بحال الا هاد الغريب قدر يلمس جروحي في 2 دقايق، داكشي اللي طارق ما قدرش يديرو في عامين. حسيت بواحد التوتر كيسري في جلدي، توتر ديال الانجذاب ديال شي حاجه قويه طاغيه ومخيفه. وانت سولته، كنحاول ندافع على راسي. شنو كيدير راجل بحالك جالس بوحدو في هاد المقهى؟ واش حتى انت محاط بالناس الغلط؟ ابتسم واحد الابتسامة خفيفة ما وصلتش لعينيه، ولكن بانت في جنب فمو وخلت واحد الغمازة خفيفة تبان. أنا كنهرب من الصداع. العيشة وسط الناس اللي ما كيعرفوش قيمة المسؤولية كترهق. أحيانا الجلوس مع غريب كيكون أرحم من الجلوس مع أقرب الناس ليك اللي كيستنسفوك. طفيت الشمعة بنفخة واحدة والدخان ديالها طلع بيناتنا بحال شي حاجز خفي. عندك الصح، قلتها وأنا كنزل عيني للكيكة. الغرباء ما كيخيبوكش حيت ما كتكونش كتسنى منهم والو. وقف ببطء، الطول ديالو والهيبة ديالو طغاو على المكان، تمشى بخطوات موزونة حتى وقف حدا الطبلة ديالي. الريحة ديالو مزيج ديال عطر خشبي غالي، ريحة المطر وشي حاجة رجولية طاغية خلاتني نتخدر. عيد ميلاد سعيد أيتها الغريبة. نتمنى العام الجاي الشمعة ديالك يشعلها شي حد اللي كيعرف قيمتك ويستاهل يكون معاك. قال هاد الكلمات وخرج من المقهى بخطوات ثابتة وخلاني جالسة تما كنستنشق البقايا ديال العطر ديالو، والقلب ديالي كيضرب بإيقاع ما عمر عرفه. الصباح طلع كئيب والغيوم باقا مغطية السما، ما كاينش شي حاجة كتفيقك من القلب ديال النعاس أقصح من دقان المجهد على الباب مع 8 ديال الصباح. حليت عيني بصعوبة. طارق كان ناعس كيغط في نعاس عميق بحال شي دري صغير ما هز هم الدنيا. نط لبست غير بنوار خفيف فوق حوايجي ومشيت حليت الباب. كان السي ابراهيم مول الدار، وجهه كان حمر ومغوبش. بنتي نادى، الصبر ديالي استعلى شهرين هادي والفلوس ما دخلش للحساب ديالي. قلت لطارق السيمانه اللي فاتت الا ما خلصتوش غتخويو، واليوم جا الوقت، عندكم ساعتين باش تجمعوا حوايجكم. الكلمات ديالو نزلوا عليا بحال شي سطل ديال الماء متلج. شهرين؟ همست بصدمه وكنحس بالدم هرب ليا من وجهي. ولكن عمي ابراهيم، انا عطيت لطارق الفلوس ديال الكرا بيدي، هو اللي تكلف يفرسيهم ليك. مول الدار شاف فيا بواحد النظره ديال الشفقه. سولي داك المتهور اللي معاك فين وداهم بنتي. سد الباب وراه وبقيت واقفه في بلاصتي. مشيت للبيت، جريت الغطاء على طارق بالجهد. فين مشاو الفلوس الكرا طارق؟ غوت بصوت مبحوح. فاق مخلوع كيمسح عينيه ملي شاف وجهي، عرف بلي اللعبة سالات. هبط راسو وبدا كيتفتف في الكلام. هذا خليني نشرح ليك. الدراري جابوا لي واحد البروجي واعر، فرصة ما كتعوضش. حطيت الفلوس باش نرد ليك الدوبل، ولكن السيد نصب عليا سكت. قطعته والدموع ديال القهرة طلعوا لعيني. انا كنوقف على رجليا 10 سوايع في المطعم، كنمسح طبالي وكنصبر للدل باش نخلص الثقف اللي مخبينا، وانت كتلعب بفلوس الكرا في مشاريع وهميه. حاول يشد يدي ولكن نطرتها بشمئزاز. جمع حوايجك يا طارق، الدار مشات.
ساعتين من بعد كنا واقفين في الزنقة وسط الشتا بسكاننا. كنت حاسة براسي ضايعة عيانة بحال شي طير تكسرو جناوحو. عندي حل، هدر طريق وهو كيتفادى يشوف في عيني. غنمشيو عند الوالد. باك شفت فيه بصدمة. باك اللي قاطع عليك المصروف هادي عام حيت ما بغيتيش تخدم. ما عندناش حل اخر عن هذا، غير هو غيسمعني الهضره ولكن ما غيخليناش في الزنقه. ركبنا في واحد الطاكسي، مع كل كيلومتر كنا كنبعدو على الاحياء الشعبيه وندخلو الاحياء الراقيه. التوتر ديالي كان كيزيد. وقف الطاكسي قدام واحد الفيلا ضخمه، تصميمها عصري بالوان غامقه، واجهات زجاجيه كتعكس الهبه. طارق جبد ساروت من جيبو وحل الباب. الدار من الداخل كانت دافية، ريحتها نقية مخلطة بريحة الخشب الغالي، ونفس العطر الرجولي اللي شميته البارح في المقهى. سمعنا خطوات ثقيلة وموزونة هابطة من الدروج. قلبي بدا كيتسارع. هبط مع الدروج كان لابس غير سروال ديال جينز وتيشيرت كحل مزير على درعانو. الملامح ديالو كانت قاسية وصارمة ملي شاف ولدو. طارق، نطق سميتو بصوت عميق كيرجف الصدر. شنو كدير هنا؟ واش عاوتاني؟ فجأة قطع هدرتو. عينيه اللي كانوا مسمرين بغضب على طارق تحولوا جهتي. اللحظة اللي تلاقات فيها عيني بعينيه، الزمن وقف. داك الغريب صاحب النظرة اللي زلزلاتني ليلة عيد ميلادي هو عمر، باباه. شفت في الملامح ديالو كتغير لثانية وحدة. الحاجب ديالو طلع وعينيه وسعوا ملي تعرف عليا قبل ما يرجع يلبس قناع البرود. ولكن النظرة اللي دازت بيناتنا كانت بحال شي شرارة طاحت في غابة ناشفة. الوليد، هذه هي ندى. طردونا من الدار وما عندنا فين نمشيو. واش نقدروا نجلسوا عندك شي يامات؟ عمر ما جاوبوش في البلاصة، عيني الكحل بقاو مسمرين فيا. مرحبا بكم. يلا بغى يكمل هضرته ولكن قاطعته. لا، قلتها بصوت ثابت واخا من الداخل كنت كنترعد. طارق دار عندي مصدوم. ندى، اشنو كديري؟ رجعت خطوة اللور، جهة الباب، شديت في ساكي بقوة وهزيت راسي بشموخ كنشوف عمر. انا جيت غير المهم ما ديروهاش مني قلت صواب. انا غنمشي بحالاتي دابا، ما نقدرش نتفرض على شي حد، خصوصا الا كانت الغلطة ماشي ديالي. غنقلب على شي بلاصة نبات فيها. يلا، السلام عليكم. عمر عقد حجبانه، شاف طارق باحتقار، عاد رجع شاف فيا. الزنقة ما كترحمش في هاد الوقت. انا دخلي، هادي ماشي صداقة، هذا غير سقف تباتي فيه هاد الليلة. الكرامة ديالي ما كتسمحش ليا الناس في دار ما كنخلصش الكرا ديالها. حليت الباب والبرد ديال الشتا ضربني لوجهي. بسلامة طارق. خرجت وسديت الباب ورايا، تمشيت 2 خطوات وفجأة الباب تحل مورايا بالجهد. ندى، وقفي. خرج عمر تحت الشتا، وقف قدامي وسد عليا الطريق. الطول ديالو خلى العالم يبان صغير حداه. المطر كينزل على شعره ووجهه الرجولي. انا راجل اعمال وما كنعطيش صداقات. هضر بصوت حازم، ولكن ملي كنشوف شي حد كيتقاتل باش يوقف على رجليه كنعرف بلي هو استثمار ناجح. السكرتيرة ديالي قدمت استقالتها البارح، محتاج شي حد يشد الإدارة ديال المكتب، شي حد يكون بحالك. وساعة عيني بالصدمة. ولكن أنا ما كنعرفش في هاد الشي. غتعلمي. قاطعني بصرامة. الصالير غيكون مضاعف وغنعطيك تسبيق ديال شهرين دابا باش تمشي تكري استوديو لراسك وتوقفي على رجليك. واش قابله العرض ولا غتبقاي واقفه في الشتا كتلعبي دور الضحيه؟ طريقه باش هضر معايا ما كانش فيها ذره ديال الشفقه، كان فيها احترام. عاملني بحالي لا انا من مستواهم. شفت في دوك العينين الكحل اللي وسط الظلام والشتا كانوا كيبانوا بحال شي ملجأ خطير. قابلة، همست وانا كنعرف بلي هاد الكلمة غتدخلني المتاهة ما عندها مخرج. كيقولوا بلي المسافة بين جوج الناس كتقاس بالخطوات، ولكن ملي كيكون بيناتكم غير زاج شفاف المسافة كتولي كتقاس بالأنفاس، بالنظرات اللي كتهرب قبل ما تتلاقى، وبالصمت اللي كيكون أبلغ من أي هضرة.
استوديو صغير اللي كريت أعطاني استقلالية، ولكن الخدمة مع عمر دخلتني لواحد القفص من نوع آخر، قفص بابه محلول، ولكن قلبي ما بغيش يطير منه. دازت 2 سيمانات على ديك الليلة الماطرة، حياتي تبدلات 180 درجة. استوديو اللي كريت كان صغير، يلاه في بيت وصالون ومطبخ مفتوح، ولكن كان ديالي. لأول مرة كنسد الباب وكنحس بالأمان، ما كنتسنى حتى حد يخلص عليا، وما هزاش هم طيش ديال شي حد آخر. طارق بقيت كنشوفه مرة في السيمانة، العلاقة بيناتنا بردات بحال شي كاس ديال القهوة تنسى فوق الطبلة. هو غارق في الخدمة في المستودع ديال باه، وأنا غارقة في واحد العالم جديد، عالم مجموعة العمران للعقارات. كل صباح كنوقف قدام المراية، كنقاد الصاية الكحلة الضيقة ديالي اللي واصلة للركبة، وكنسد صدايف ديال القميجة الحريرية البيضة ديالي، كنجمع شعري بواحد الطريقة احترافية، وكنلبس الكعب العالي اللي الصوت ديالو على الرخام ولا كيعطيني واحد الإحساس بالقوة والثقة عمرني حسيته فاش كنت كنمسح طبالي في المطعم. ولكن هاد الثقة كاملة كتبخر بمجرد ما كنوصل للطابق ال15. المكتب ديالي جانيش قدام الباب ديال المكتب ديال عمر، بيناتنا غير حد ديال الزاج شفاف مع ستائر كيتسدو غير فاش كيكون عنده شي اجتماع سري. التصميم ديال الشركة كان كيعكس الشخصية ديالو، ألوان داكنة، خشب فاخر، خطوط مستقيمة، وبرود كيفرض الاحترام. كل نهار مع 8 نيشان كيدخل كيكون لابس بدلات رسمية مفصلة بالمليمتر على الكتاف ديالو العراض. الطول ديالو كيخليه يبان بحال شي برج وسط الموظفين، الملامح ديالو الصارمة، الفك ديالو القاصح، والنظرة ديالو اللي ما كتهربش كيخليو أي واحد يحني راسو بلا ما يشعر. ملي كيدوز من حدا المكتب ديالي كيجيب معاه ديك الريحة ديال العطر الخشبي المخلط بالقهوة المرة، وكيلوح ليا نظرة خفيفة، نظرة كافية باش تخلي النبض ديالي يتخربق لساعات. كانت 6 ديال العشية، الموظفين بداو كيخرجوا واحد بواحد، والهدوء بدا كيطيح على الطابق. كنت باقا جالسة مورا البيرو ديالي كنراجع شي فواتير، والضوء ديال الشاشة كينعكس على وجهي العيان. هزيت عيني وراء الزاج، عمر كان باقي في المكتب ديالو، كان محيد لافيست، طابي الكمام ديال القميجة ديالو حتى المرفقين، ومحلل الصدفة الأولى اللي عند العنق. كان جالس وراء المكتب ديالو كيقرا شي خرائط هندسية، وداير واحد النظاظر ديال القراية زادوه واحد الجاذبية مثقفة وقاسية في نفس الوقت. فجأة هز عينه من الورق وتلاقات عيني بعينيه، حسيت بالدم طلع لوجهي، هبط عيني بزربة وبديت كنتصنع بلي كنكتب شي حاجة، ولكن الصوت ديال جهاز الاتصال فوق المكتب ديالي نطق بصوته العميق: ندى جيب لي الملف ديال مشروع الساحل وعفاك جيب لي شي قهوة. واخا سيدي، جاوبتو وصوتي خرج صغر من داكشي اللي بغيت. مشيت لآلة القهوة، صوبت ليه اكسبريسو كحلة بلا سكر بحال اللي كيبغيها ديما، وهزيت الملفات ومشيت جهة المكتب ديالو. دقيت 2 دقات خفاف ودخلت. الجو في المكتب ديالو كان مختلف، الإضاءة كانت خافتة وريحة العطر ديالو كانت مركزة أكتر. هادو هما الملفات وها هي القهوة، قلتها وأنا كنحطهم فوق المكتب قدامه. شكرا. نطقها هو كيحيد النظاظر ديالو وكيحطهم فوق الخرائط، تنهد واحد التنهيدة ديال التعب ومسح وجهو بيدو الكبيرة. ملي جيت نرجع يدي، يدو دازت فوق الملف وقاست صبعاني بالغلط بحال شي تيار كهربائي حرقني. جريت يدي بالزربة والملفات كانوا غيطيحوا كل ما شدهمش هو. هز عينيه فيا، وهاد المرة ما كانش ديك النظرة العملية ديال الصباح، كانت نظرة ثقيلة بطيئة كدوز على التفاصيل ديال وجهي، على العنق ديالي، وكتحبس في عيني. ديك النظرة خلاتني نحس باللي الصاية ديالي قصيرة بزاف، وباللي الهوا قلال في المكتب. كيفاش غادية مع الخدمة ندى؟ سولني بصوت هادي، مال بالظهر ديال اللور في الكرسي كيتأملني بحال إلا كيقرا شي كتاب معقد. واش الضغط ديالنا معياكش؟ لا سيدي، بالعكس، جاوبته وانا كنحاول نتحكم في التنفس ديالي.
الخدمة عاجباني، كنحس براسي كندير شي حاجة عندها قيمة. شكرا ليك مرة أخرى على هاد الفرصة. عمر عقد حجبانه بشوية. شحال من مرة قلت ليك ملي نكونوا بوحدنا ما تقوليش ليا سيدي. سميتي عمر، المسافة الرسمية مزيانة قدام الموظفين، ولكن هنا ما كنبغيش نحس براسي كنهضر مع شي روبو. حسيت بقلبي كيضرب في صدري. واخا عمر هز الكاس ديال القهوة وذاق منها وهو باقي كيشوف فيا. طارق جاني البارح للدار. قالها نيشان بلا مقدمات، بحال الا بغا يرمي حجرة في داك الماء الراكد اللي بيناتنا. قال لي بلي ما بقيتيش كتجاوبي على مكالماته. واش ساليتو؟ السؤال ديالو كان قاسي مباشر وفيه واحد الفضول مخفي. الويت صبعاني مع بعضياتهم بتوتر. ما ساليناش رسميا، ولكن يمكن ما عمرنا كنا بادين. ملي بعدت بان ليا كلشي بوضوح. ما نقدرش نبني حياتي مع شي حد ما قدرش يبني حتى راسو. شفت واحد اللمعة داز في دوك العينين الكحل، لمعة ديال الرضا ولا ديال الاعجاب. صراحة ما عرفتش. حط الكاس ببطء فوق الطبلة. طارق ولدي وكنبغيه، ولكن انا راجل كنشوف الواقع. هو ما كيستهلكش انا ده. ناض من الكرسي ديالو وتمشى بخطوات بطيئة حتى وقف قدامي. الطول ديالو خلى راسي يرجع اللور باش نقدر نشوف وجهه. انتي مرا كتعرف شنو بغات، كتقاتل وعندك واحد النار لداخل مخبياها مورا هاد الهدوء ديالك. هدر بصوت مبحوح هابط قريب ليا لدرجة حسيت بالأنفاس ديالو السخونة كتقيس جبهتي. السؤال هو امتى غطوي الصفحة ديالو بصفة نهائية وتسمحي لراسك تعيشي؟ بقيت جامدة. العينين ديالو كانوا كيسحبوني لواحد الهاوية، والريحة ديالو خدرات ليا كاع الحواس ديالي. عقلي كان كيغوت بلي هادشي غلط، بلي هذا راه باباه، بلي هذا الراجل كبر مني وكيمثل كل شي اللي كيهدد الاستقرار. يلا بنيتو. ولكن قلبي كان باغي يزيد يتقرب. انا خاصني نمشي للدار. همست بصعوبة وهربت عيني منه. تراجع خطوة اللور ببطء بحال إذا كيعطيني مساحة باش نتنفس، ورجع تلبس بداك البرود القاسي ديالو. طريق السلامة أنا ده. غدا عندنا نهار طويل. خرجت من المكتب ديالو وأنا كنهج بحال إلا كنت كنجري في ماراثون. سديت الباب ورايا وسندت ظهري على الزاج البارد. هاد الراجل ماشي غير عطاني خدمة، هاد الراجل بدا كيقتحم الحصون ديالي واحد مرة واحد. وأنا عارفة بلي النهار اللي غيطيح فيه آخر حصن غنكون سلمت راسي لواحد العاصفة ما غتخلي فيا والو. كيقولوا بلي الخطيئة عمرها ما كتدق الباب بالغوات، كتدخل بسكات كتسلل بحال شي ريحة عطر غالي، كتعمي العينين وتخدر العقل قبل ما تسرق الروح. انا عمرني خططت نكون الخايبة في القصة. كنت كنسحاب راسي غير فراشة كيعجبها تلعب الوانها تحت الشمس، مدللة، ساهل تضحك وساهل نخلي اللي قدامي يدوب في تفاصيلي. براءتي كانت هي السلاح اللي كنخبي بيه داك الطيش الزهواني اللي في دمي. كلشي كان غادي مزيان، طريقي كانت مرسومة، وحياتي كانت هادية بحال شي بحر ميت. حتى لداك النهار اللي وقفت فيه قدام العاصفة. ماشي أي عاصفة، عاصفة لابسة كوستيم كحل، عينيها غارقين في ظلام ما كيرحمش، وهيبتها كافية تركع كبرياء أي مرة. أنا اللي كنت كنظن بلي كنعرف نتحكم في كل شي، لقيت قلبي كيخوني وكيتمرد عليا باش يترمى في حضن ديال راجل مجرد التفكير فيه كيتعتبر محرم. والد حبيبي، كيفاش تقنعي فراشة وما تقربش العافية وهي كتشوف داك الحريق النور الوحيد اللي قاد يضوي حياتها. أحيانا أضيق الأماكن في العالم ما كتكونش هي الغرف المظلمة ولا الزناقي المسدودة. أضيق مكان في العالم هو مساحة ديال متر مربع داخل سيارة وسط عاصفة ديال الشتا، وانتي جالسة حدا الشخص اللي كتحاولي بكل ما أوتيتي من قوة باش ما تطيحيش فيه. في
في دوك اللحظات الأكسجين كيولي تقيل، الصمت كيولي عنده صوت، وكل رمشة عين وكل حركة صغيرة كتحول الزلزال كيهد قاع الحصون اللي بنيتيها. دازت أيام على ديك الليلة اللي قطعت فيها علاقتي بطارق. الإحساس بالحرية كان زوين، ولكن الثمن ديالو كان هو واحد الفراغ هادي اللي خصني نتعلم نعمرو بوحدي. في الشركة الأمور بقات في داك الإطار المهني الصارم. عمر ما حاولش يستغل الموقف، ما سولنيش مرة أخرى، وبقى محتفظ بديك المسافة ديال الوقار اللي كتخليني نحتار فيه كتر. حتى لداك النهار اللي السما ديال كازا قررت تفرغ قاع الغضب ديالها في دقة واحدة. كانت 8 ديال الليل، عاصفة رعدية قوية ضربت في المدينة، الشوارع غرقوا في الماء، والريح كان كيضرب في الزاج ديال الطابق الخامس عشر بحال إلا باغي يهرسو. كنت واقفة في البهو الزجاجي ديال الشركة لتحت، كنشوف في التليفون ديالي بيأس. قاع التطبيقات ديال الطاكسيات كانوا حابسين، ما كاين حتى شي شيفور باغي يغامر في هذا الجو، والبرد بدا كيتسرب من شقوق الباب الرئيسي وكيلعب بالصاية ديالي. ما كاينش طوموبيلات في هذا الجو. داك الصوت العميق الموزون جا من ورا ظهري وخلى قلبي ينقز من بلاصتو. درت بالزربة. كان عمر يلاه خرج من المصعد، لابس كبوت كحل طويل من الكاشمير، وفوقو الكوستيوم ديالو، هاز في بلاصتو صاك ديال الجلد كحل. الهبة ديالو في هاد الإضاءة الخافتة ديال البهو خلاتني ننسى البرد اللي تانية. جاوبتو انا كنحاول نخبي التليفون ديالي باش ما نبانش حاصله. كنظن غنتسنى شويه حتى تهدى الشتا. عمر وقف حدايا، عينيه الكحل كيشوفو في الشارع اللي غارق برا. عاد رجع شاف فيا. الشتا ما غتهدنش قبل الصباح، والوقفة هنا بوحدك مع هاد الوقت ماشي فكرة مزيانة. زيدي غنوصلك. الكلمه ديالو ما كانتش اقتراح، كانت قرار. الكلمه ديالو ما كانتش اقتراح، كانت قرار. لا سيدي شكرا، رديت بالزربة، والكبرياء ديالي اللي ديما خدام كدرع ندق قبل عقلي. مبغيتش نبرزطك في هذا الجو، طريقي بعيد على طريقك. نقدر نتسنى، ما عندي ما يدار. عمر تلفت كل جهتي، حط الصاك ديالو في الارض ودار يديه في جيب الكبوت ديالو، والملامح ديالو كانت جديه وما فيهاش ذره ديال النقاش. ناداه. نطق سميتي بديك الطريقه الرزينه اللي كتسكتني ديما. انا ماشي طارق. ملي كنعرض المساعدة ما كنتسناش مقابل، وما كنبغيش اللي يرفضها غير باش يثبت بلي هو قوي. انت موظفة عندي، والمسؤولية ديالي انني نتأكد بلي وصلتي دارك بسلامة. زيدي للطوموبيل. هز الصاك ديالو ودفع الباب الزجاجي وخرج. طريقة باش هدر معايا ما خلات ليا حتى شي مجال للرفض، حيت ما هدرش بحال شي راجل باغي يفرض راسو كبطل. هدر بحال راجل عنده مبادئ وما غيسمحش البنت توقف في الزنقة في الليل وسط العاصفة. مشيت موراه تحت ديك المظلة الكبيرة اللي حلها فوقنا حتى وصلنا للسيارة ديالو، رينج روفر كحلة. فتح لي الباب الأمامي، ركبت، عاد سد وسار لجهته. بمجرد ما تسد الباب ديال الطوموبيل العالم الخارجي تطفى، صوت العاصفة والريح ولا مجرد همهمة خافتة مورا الزاج السميك. ولكن في المقابل واحد العاصفة أخرى بدات لداخل. المساحة الفسيحة، ولكن الحضور ديالو كان طاغي. ريحة العطر الخشبي ديالو مخلطة بريحة الجلد الفاخر ديال الكراسي، وريحة المطر اللي في زقات كتافو عمرات صدري لدرجة حسيت بلي كنتنفس عمر ماشي الأكسجين. دمار الطوموبيل والضوء الخافت ديال لوحة التحكم ضوى الملامح القاسية ديال وجهه. لاحظ بلي كنت كنترعد شوية من البرد اللي ضربني برا بلا ما يقول حتى كلمة. مد يدو الكبيرة للعروق بارزين فيها بوضوح، وزاد في الحرارة ديال الكليماتيزور جهتي. شكرا. همست عيني هربوا لجهة الشرجم، كنشوف الشوارع اللي دايزين فيهم ببطء بسبب الماء. الصمت طاح بيناتنا، ولكن ما كانش صمت مزعج، كان صمت ثقيل عامر بالأسئلة اللي ما كتقالش. كنت كنراقب الانعكاس ديالو في الزاج ديال الشرجم ديالي، الطريقة باش شد الفولوم بيد وحدة، الهدوء اللي كيسوق بيه وخدني مقلوبة برا.
كل شي فيه كينطق بالسيطرة والأمان. وقفنا في واحد الضو حمر طويل، المساحات ديال الزعج كانوا كيمسحوا الماء بإيقاع منتظم. واش كتنفسي أحسن دابا؟ سؤاله جا مفاجئ عميق وكسر داك الصمت. درت لعندو، كان كيشوف فيا الضو الحمر ديال الإشارة، كان كينعكس على وجهه كيعطيه واحد الهالة ديال الجاذبية خطيرة. كيفاش؟ سولته واخا كنت عارفة علاش كيهضر. ملي كتقطعي شي حاجة كانت خانقاك في الأيام الأولى كتحسي بلي الرية ديالك كتحرقك، حيت ما مولفاش على داك القدر ديال الأكسجين النقي. ميل راسو شوية وعينيه ما فرقوش عيني. كنسولك على طارق، واش باقا كتحسي بالخنقة ولا بديتي كتنفسي؟ السؤال ديالو كان فيه واحد الاحترام غريب للحدود ديالي، كيسول على نفسيتي ماشي على علاقتي. لويت صبعاني فوق ركابي وجاوبته بصدق، ما عرفتش منين جاني. صراحة في الأول جاني إحساس بالذنب، بحال إلا تخليت عليه في وسط الطريق. ولكن دابا ملي كنسد الباب ديال داري ما كنبقاش خايفة من غدا، ما بقيتش خايفة نفيق ونلقى راسي خسرت كلشي بسبب غلطة ما درتهاش. آه، كنظن بلي بديت كنتنفس. عمر بقى كيشوف فيا لتواني، النظرة ديالو كانت بحال شي يد خفية كتمسح على قلبي. مزيان. قالها بصوت خافت بحال إلا كيكلم راسو. الذنب كيحسوا به غير الناس اللي عندهم قلب كبير، ولكن ما تخليش داك القلب يخليك تعيشي في دور الضحية. الضوء الأخضر رجع كيسوق في صمت. هذا الراجل ما كانش كيبالغ في المواساة وما كانش كيستغل ضعفي، كان كيعطيني الكلمات اللي محتاجاهم بالضبط وكيتراجع اللور. وصلنا قدام العمارة فين كريت الاستوديو ديالي. الشتا كانت باقا كطيح. حليت حزام الأمان ديالي وقلبي كيضرب، حيت ما بغيتش هاد الرحلة تسالي، ما بغيتش نخرج من هاد العتمة الدافئة والمريحة. شكرا بزاف سي، حبست الكلمة قبل ما تخرج وتداركت الموقف بابتسامة متوترة. شكرا بزاف عمار، أتقتني اليوم. هذا واجبي. جاوب هو كيشوف فيا يدو باقا شادة في الفولون. حليت الباب ويلا غنزل حتى نطق بواحد الصوت اللي خلى الرعشة تدوز في بدني كله. ندى. وقفت ودرت عنده وناس في جسمي برا الطوموبيل. نعم. شاف فيها بواحد النظرة اللي محات قاع ديك المسافة المهنية اللي كان بانية هادي شهر، نظرة فيها تملك خفي وفضول ديال راجل كيحاول يكبح شي وحش لداخل ديالو. سيري نيشان للدار، سدي الباب مزيان وما تفكري في حتى شي حاجة من غير راحتك هاد الويكاند. الكلمات ديالو كانوا عاديين، ولكن النبرة باش تقالوا كانت كتقول أنا هنا وأنا حاضيك. هزيت راسي بالموافقة وسديت الباب، مشيت كنجري تحت المطر جهة العمارة. ملي دخلت وقفت مورا الباب ديال الزاج وطليت. سيارة عمر كانت باقا واقفة في بلاصتها، ما ديماراش وما زادش، حتى شافني طلعت في المصعد وتأكد باللي دخلت آمنة لداري. عاد سمعت المحرك ديال سيارته كيزمجر وكيبتعد في الظلام ديال كازا. تكيت ظهري على حيط المصعد وغمضت عيني ورحت العطر الخشبي ديالو باقا لاصقه في حوايجي وفي روحي. هاد الراجل ما قاصنيش، ما طفلش عليا، ولكن قدر يقتحم كاع الزوايا المظلمه اللي في قلبي بوحدو وبلا ما يرفع صبعو. ديما كنسولو ريوسنا علاش شي ناس كيوليو قاصحين، علاش كيبنيو اسوار عاليه على القلوب ديالهم وكيتعاملوا مع الحياه بحال شي ساحه معركه. ولكن كنساو بلي القسوة مش ديما كتكون طبع، احيانا كتكون درع كيتلبس ملي كتحتم عليك الحياة تكبر قبل وقتك، وملي كتهز مسؤولية رماها شي حد اخر في الطريق. اليوم شفت الشق الاول في داك الدرع ديال عمار. كان نهار اثنين في الصباح، الجو كان مغيم، ولكن هذه السيمانة وانا كنحس بواحد الدفى غريب لداخل ديالي. دخلت المكتب عمر بحال العادة، هز في يدي الملفات ديال اليوم والكاس ديال الاكسبريسو ديالو. كان جالس ورا البيرو شاد ستيلو ذهبي في يديه وكيسني شي وراق ديال تحويلات بنكية. الملامح ديالو كانت مجبدة وعينيه فيهم واحد العياء قديم، عياء ماشي ديال قلة النعاس ولكن ديال السنين.
حطيت القهوة قدامه ببطء. صباح الخير عمر. هاد هو التحويلات اللي بقاو خاصهم التوقيع ديالك. صباح الخير ندى. شكرا. جاوبني بلا ما يهز عينو من الورقة اللي قدامه. بقيت واقفة كنتسناه يسيني باش ناخد الملف ونخرج. لاحظت بلي القلم ديالو وقف فوق واحد الورقة ديال تحويل بنكي شهري. المبلغ كان كبير، والسمية اللي مكتوبة في الخانة ديال المستفيد كانت ليلى بناني. نهت نهيدة تقيلة بحال شي راجل هز جبل على كتافه، وسينا الورقة بجرة وحدة، ثم سد الملف ودفعو جهتي. ليلى هي الأم ديال طارق. نطقها فجأة بلا ما نسول، وكأنه حس بالفضول اللي كيدور في دماغي، أو يمكن كان محتاج غير يخرج ديك الكلمة. تصدمت شوية من الصراحة ديالو. شديت الملف وهبطت عيني كنشوف فيه. أنا ما كنتش عارفة. طارق ما عمره عاود لي على أمه. ديما كان كيقول لي غير الوالدة مسافرة أو عايشة حياتها. عمر ضحك واحد ضحكة صاخرة خالية من أي فرح. مال اللور في الكرسي ديالو ودور يديه مورا راسو. عايشة حياتها. هذه هي الجملة اللي اختارها من اللي خلاته مشات. طارق ما كيعاودش عليها حيت ما كيعرفهاش مزيان ندى. ليلى خلاتنا ملي كان في عمره 3 سنين. صدمة خلاتني نجلس في الكرسي اللي مقابل معاه بلا ما نطلب الإذن. خلاتكم؟ واش طلقتو؟ هز كاس القهوة وذاق منه، وعينيه كانوا كيشوفوا في شي نقطة بعيدة، في شي ماضي اللي كيحاول يدفنو. أنا وليلى كنا صغار، صغار بزاف. هدر بصوته العميق والمبحوح، والهدوء ديالو كان كيخفي واحد الوجع قديم. كنت يالله قفلت 20 عام من اللي حملات. كنت باقي كنجري مورا أحلامي، باقي نكمل قرايتي ونعيش شبابي. ولكن ملي جا طارق الدنيا عرفت بلي اللعب سالة. تزوجنا وحبست قرايتي، وبديت كنخدم في البني بالنهار وكنسهر بالليل باش نأسس شي حاجة ديالي. بغيت نوفر لولدي اللي ما قدرتش نعيشه. سكت لثواني ودور الكاس بإصبعانو الكبار. ولكن ليلى ما قدراتش، المسؤولية خنقاتها. بكات وتات وقالت بلي بغات تعيش شبابها، بلي أنا كبرت قبل وقتي وكندفنها معايا في الحياة. واحد النهار رجعت من الخدمة ولقيتها جمعت حوايجها ومشات. خلات ليا دري صغير كيبكي في سريره وورقة ديال الطلاق. قلبي تزير عليا. تخيلت داك الشاب اللي في عمره 20 عام واقف بوحدو في ديك الدار، هاز دري صغير وكيشوف شبابو كيطير قدام عينيه. دابا عاد فهمت السر مورا ديك القسوة ومورا داك النضج الطاغي ديالو. هاد الراجل ضحى بشبابو كامل باش يبني هاد الامبراطورية وباش يربي ولدو بوحدو. انا كنعتذر عمر، همس بصوت كيرجف بالتعاطف. ما كنتش كنعرف. ما كاينلاش تعتذري. شاف فيا النظرة ديالو رجعات حادة وقوية بحال إلا كيرفض الشفقة. أنا ما ندمتش. طارق هو أحسن حاجة وقعت ليا. الغلط ديالي الوحيد هو أنني حاولت نعوض ليه النقص ديال أمه بالفلوس وبالحماية المفرطة. دابا طارق كبر، ولكن عقله بقى في داك النهار اللي خلاته فيه أمه. كيرفض يكبر حيت كيخاف من المسؤولية اللي هربات منها. وداك الشي علاش قسيت عليه، وداك الشي علاش طردتو باش ما يوليش بحالها. الكلمات ديالو كانوا كيوزنوا بالذهب. هذا الراجل ما كانش غير اب قاسي كيحرم ولدو من الفلوس، كان اب كيتقاتل باش ينقذ ولدو من راسو. دابا فهمت. قلتها وانا كنشوف فيه بواحد النظرة جديدة، نظرة ديال احترام عميق تخالط مع داك الاعجاب اللي كان اصلا شاعل لداخل. فهمت علاش كتقدر الناس اللي كيوقفوا على رجليهم، وعلاش ما كتحملش الطيش. عمر حط الكاس ومال عندي القدام، حتى ولات المسافة بيناتنا غير داك الخشب ديال المكتب. عينيه الكحل غاصو في عيني. داك الشي علاش من النهار الأول اللي شفتك فيه في داك المقهى كتشعلي ديك الشمعة بوحدك وعينيك عامرين بالتعب ديال سنين. عرفت بلي حنا كنتشابهو. أنا دا هدر بصوت خافت بحال شي همس سري بيناتنا بجوج. انتي كبرتي قبل وقتك وهزيتي المسؤولية ماشي ديالك بحالي تماما.
حسيت بواحد الرعشة دازت مع السنسول ديالي. الكلمات ديالو كانوا بحال شي يد حنينة كتطبطب على داك الجزء المجروح فيا، الجزء اللي ديما كان كيغوت علاش انا. ولكن كاين فرق. همست انا كنهرب عيني ليديه القوية فوق المكتب باش ما نغرقش في دوك العينين. كاين فرق عمر، انت بنيتي امبراطورية، انا يلاه كنحاول نبني سقف ما يطيحش عليا. غتبنيه. قالها بثقة مطلقة ويلاه بغى يمد يدو بحال إلا بغى يقيس يدي، ولكن في آخر لحظة كبح راسو ورجع يدو اللور. الحدود اللي كيرسمها كل مرة كتقرب فيها المسافة كتخليني نتجن. شكرا على ثقتك عمر. غنمشي نكمل خدمتي دابا. وقفت وهزيت الملف. ملي وصلت للباب درت عنده لآخر مرة. عمر هز عينو فيا. الشباب اللي ضاع ليك ملي كان عمرك 20 عام ما ضاعش، راه صنع راجل قليل في حاله في هذا الوقت. شفت الملامح ديالو قاتلين لي تانية وحدة، والابتسامة الخفيفة بانت في جنب فمه. سديت الباب ورايا ووقفت مرة الزاج كنهج بحال إلا كنت كنجري. الاحترام اللي كنت كنحس بيه جهته دابا تحول لشي حاجة أعمق، شي حاجة أخطر. هذا الراجل ماشي غير مدير ديالي وماشي غير الأب ديال حبيبي السابق. هذا الراجل هو النسخة اللي كنت ديما كنحلم نكون بحالها، وهو السند اللي عمرني عرفت باللي محتاجاه. أخطر أنواع الجاذبية ماشي هي ملي كيقرب ليك شي حد وكيهضر معاك بكلام معسول. أخطر جاذبية هي ملي كيكون بيناتكم مترو ديال الفراغ، ولكن كتحس باللي الروح ديالو معنقر الروح ديالك. كل نهار في هاد الشركة كنحاول نبني حد جديد بيني وبينه، ولكن كل مرة كيدوز من حدايا الريحة ديالو، النظرة ديالو والهدوء ديالو كيريبوا ليا قاع دوك الحيوط في الثانية. قلبي ما بقاش كيضرب في صدري ولا كيضرب بين يديه. كان نهار الخميس والساعة كتشر ل9 ديال الليل. الشركة خوات تماما. الطابق ال15 كان غارق في واحد السكات ثقيل كيقطعوه غير صوت الكلافي ديالي وصوت الشتا الخفيفة اللي باقا كتضرب في الزاج. كنا خدامين على واحد المناقصة كبيرة خاصها تدفع غدا مع 8 الصباح. عمر كان صد عليه في مكتبه من الصباح وانا بقيت معاه باش نوجد ليه الوثائق. العياء بدا كيبان عليا، رقبتي كتضرني وعيني حمارو بمقابلة البيسي. فجأة الباب ديال المكتب تحل. هزيت راسي. عمر كان محيد الكرافاطة فاتح الصدايف الاولين ديال القميجة ديالو ومطوي الكمام حتى المرفقين. العروق ديال درعانو كانوا بارزين مع التعب، والشعر ديالو اللي ديما مقاد كان مخربق شوية بحال الا كان كيدوز فيه يدو بزاف. المنظر ديالو بهاد العشوائية الرجولية خلى النبض ديالي يتسارع بلا ما نشعر. باقي شادينك معنا انا دا؟ هدر بصوته العميق اللي كيبان فيه الإرهاق. هذا واجبي عمر. المناقصة قربت سالي، بقاو لي غير الجداول الآخرين ونطبعهم. تمشى جهتي وحط واحد الكرتونة ديال البيتزا فوق البيرو ديالي مع 2 قراعي ديال الماء. الواجب كيسالي مع 6 ديال العشية. هادشي اللي كديري دابا كيتسمى تفاني، والتفاني خاصو طاقة. يلا كولي. شفت في البيتزا وعاد حسيت بكرشي كتقطع بالجوع. شكرا بزاف. يلا كنت غنطلب شي حاجة. جر واحد الكرسي من حدا البيرو وجلس مقابل معايا. ما رجعت لمكتبه، اختار ياكل معايا. هاد الكسر المفاجئ للحدود المهنية خلاني نتوتر. خديت طريف ديال البيتزا وبقيت كناكل بسكات وعيني كتهرب ليه مرة. كان كياكل بهدوء، عينيه كيدوروا في المكتب حتى وقفوا عندي. كيفاش غادية مع الاستوديو؟ سولني باش يهرس الصمت. مزيان. ولفت الهدوء ديال الليل كيعجبني، كيعطيني مساحة نفكر. فاش كتفكري انا دا؟ سؤاله كان مباشر والنظرة ديالو اخترقاتني. صرت الريق اللي حل يفقر جوتي. كنفكر في المستقبل، في كيفاش الأيام كتبدلنا وكيفاش شي قرارات كتاخدها في ثانية كتقدر تقلب حياتك كاملة. بحال القرار ديال انك تخدمي عندي. ميل راسو شوية والابتسامة خفية بانت في ملامحه. بحال داك القرار بالضبط. جاوبتو. العيون ديالنا تلاقاو في واحد النظرة اللي طالت كتر من القياس. ناض من الكرسي فجأة بحال حاس بلي هاد الحديث غيدخلنا لشي منطقة خطيرة إلى طال.
كملي ماكلتك، غنتسناك تكملي الجداول باش نراجعوهم. ديك العشرين دقيقة اللي بقات دازت عليا بحال شي امتحان. ساليت الجداول وعيط ليا ندخل عنده المكتب باش نراجعوهم في الحاسوب ديالو. دخلت المكتب كان جالس ورا البيرو، وقفت حداه وحطيت اللابتوب ديالي فوق المكتب وفتحت الملف. شوفي هاد الارقام هنا. هضر هو كيشير للشاشة ديالي باش يشوف مزيان. ناض من الكرسي ديالو وجا وقف مورايا بالضبط. الطول ديالو غطاني. حط يدو اليمنى فوق البيرو ديالي ويدو اليسرى حطها على الظهر ديال الكرسي اللي كنت واقفة حداه. عمليا وليت محاصرة بينه وبين المكتب. القلب ديالي كان غيخرج من ضلوعي. الايقاع ديالو ولا مسموع لدرجة خفتو يسمعو. الحرارة ديال الجسم ديالو اللي كان على بعد سنتيمترات قليلة من ظهري تسربات لجلدي. ريحة العطر الخشبي المخلط بالرجولة والتعب دوخاتني. هاد الخانة أنا خاصنا نقصو من الميزانية هنا. هدر بصوت خافت مبحوح والأنفاس السخونة ديالو ضربات في العنق ديالي، حيت راسو كان مايل باش يشوف في الشاشة. شعري ترفع بشوية مع النفس ديالو، وواحد الرعشة قوية داز في السنسول ديالي. يدي اللي كانت فوق الماوس بدات كترجف. حاولت نركز ولكن دماغي تبلونطا. واخا غنعدلها، جاوبتو بصوت كيرجف وكنحاول نكليكي ولكن صبعي خانني وضغطت بالغلط. حط يدو الكبيرة والدافية فوق يدي اللي شادة الماوس. اللمسة ديالو كانت بحال شي شرارة طاحت في بارود. التيار الكهربائي اللي داز في جلدي خلى عيني تغمضوا بلا ما نشعر. يدو غطات يدي كاملة خشنة ودافية. حرك الماوس معايا باش يصلح الغلط. هكا خاصك ديري. همس في ودني. الصوت ديالو هاد المرة ما كانش مهني، كان فيه واحد الخشونة، واحد الثقل، كأنه حتى هو كيتقاتل باش يتحكم في راسو. الصدر ديالو قاس ظهري بخفة، غير قصة صغيرة ولكن كانت كافية باش تخليني نحبس النفس. كنت كنتسنى غير يزيد خطوة وحدة، غير يجرني لعنده وكنت غنستسلم. بقينا في ديك الوضعية لثواني اللي بانت بحال ساعات. يدو فوق يدي، الأنفاس ديالو في عنقي، والسكوت كيغوت بهادشي اللي بيناتنا وما قادرينش ننطقوه. فجأة بحال لا وعى بشنو كيدير وبلي الحبل اللي شاد بيه راسو غيتقطع. جر يدو بالزربة، تراجع خطوة كبيرة اللور ودار يدو في جيبو كياخد نفس عميق باش يرجع داك القناع ديال البرود اللي تشقق هاد الليلة. الجداول دابا مزيانين. هدر بصوت حاول يخليه صارم ولكن النبرة ديالو كانت باقا متوترة. سدي البيسي، غنوصلك للدار، الوقت تأخر. هزيت عيني فيه. الصدر ديالو كان كيطلع ويهبط بسرعة خفيفة، وعينيه كانوا كيهربوا من عيني كيشوفوا في الأرض. عمر داك الجبل اللي ما كيهزو ريح كان كيتقاتل باش ما يضعفش قدامي. جمعت اللابتوب ديالي ويدي باقا كترعد من ديك اللمسة. هذا الراجل كيعرف كيفاش يشعل فيا العافية بنص لمسة ونص نفس، وكيعرف كيفاش يطفيها بالانسحاب ديالو. ولكن اللي ما عرفوش هو ان العافية ملي كتشعل الدخان ديالها كيعمل عينين على كاع الحواجز، حتى ديك الحواجز اللي سميتها الاب والابن. احيانا باش تثبت لراسك بلي راك باقي حي كدير حوايج ما مقتنعش بيهم. كتحاول تضحك، تخرج وتعيش بحال اي بنت في العشرينات، غير باش تغطي على داك الصوت اللي داخل ديالك اللي كيقول ليك بلي قلبك راه محبوس في واحد طابق 15 مع راجل مستحيل يكون ديالك. ولكن اللي ما كنتش عارفاه هو ان محاولة الهروب ديالي غتفيق واحد الوحش كان ناعس مورا داك البرود والوقار اللي كيميزو. دازت ديك الليلة ديال المناقصة ورجع عمر بنا دوك الأسوار العالية ديالو. حسيت بواحد الإحباط خفي، بحال إلا ديك اللمسة كانت غير خيال ديالي. داكشي علاش ملي عرضت عليا صوفيا، بنت خدامة في قسم الموارد البشرية، باش نخرجوا السبت بالليل لواحد الحفلة ديال عيد ميلاد، وافقت بلا ما نفكر. كنت باغا ننسى طارق، ننسى الشغل، والأهم ننسى عمر. الحفلة كانت في واحد المطعم راقي. لبست فستان حمر غامق، طلقة شعري ودرت مكياج بين الملامح ديالي اللي ديما مخبيها ورا النظارات والملفات. تما تعرفت على يوسف، مهندس معماري شاب زوين وكيهضر بلا باقة. ضحكنا هضرنا وعطاني واحد الاهتمام اللي كنت فاقداه. نهار اثنين في الصباح الطوموبيل ديالي اللي يلاه شريتها بالكريدي ما بغاتش ديماري.
يوسف كان عرض عليا يوصلني حيت طريقه قريبة للشركة، ووافقت باش ما نتعطلش. وصلنا قدام الباب الزجاجي ديال مجموعة العمران مع 8 وربع، تعطلت 4 ساعة. شكرا بزاف يا يوسف، عتقتني اليوم، قلتها ليه بابتسامة وانا كنهبط من سيارته الرياضية. يوسف نزل الزاج وغمزني. مرحبا بك أي وقت هذا، الويكاند الجاي ما غنقبلوش أعذار، العشاء على حسابي. ابتسمت، لوحت ليه بيدي ودورت وجهي باش ندخل الشركة، ولكن في اللحظة اللي زدت فيها عيني الفوق الزاج ديال الطابق ال15، قلبي طاح للمعدة ديالي. عمر كان واقف تما، الطول ديالو والهبة ديالو باينين حتى من ديك المسافة. كان خاشي يديه في جيابو وكيشوف نيشان لتحت، كيشوف فيا. طلعت في المصعد كنحس بالهوا كيتقال مع كل طابق كنزيدو. وصلت للمكتب ديالي، حطيت صاكي بالزربة، يلا غنجلس. حتى نطق جهاز الاتصال بصوت خشن قاصح وما فيه حتى ذرة ديال الرحمة. المكتبي دابا. صرت الطريق ديالي، هزيت الدفتر ديالي ودقيت في الباب. دخل. فتحت الباب، عمر ما كانش جالس في المكتب كالعادة، كان واقف قدام الشرجم الكبير عاطيني بالظهر كيشوف في المدينة. نجاو في المكتب كان متوتر لدرجة كتحس بيها في جلدك. صباح الخير يا عمر، كنعتذر بزاف على التأخير، الطوموبيل ديالي ما شكون داك اللي وصلك؟ قاطعني بصوت هادي بزاف لدرجة كيخلع. ما دارش لعندي، بقى كيشوف في الشرجم. تصدمت من السؤال. هذا يوسف، صديق تعرفت عليه في الويكاند، و وقع لي مشكل في الطوموبيل وهو تطوع يوصلني. دار عندي بشوية، الملامح ديالو كانت مظلمة، عينيه الكحل كانوا كيشعلوا بواحد العافية ما عمرني شفتها فيه. داك الوقار البرود اللي كان كيتصنعهم طاحوا، وبان موراهم راجل غيور غاضب وكيحس بالتهديد. صديق تعرفت عليه في الويكاند. كرر الكلمات ديالي باحتقار وبدا كيتمشى جهتي بخطوات بطيئة بحال شي فهد كيحاصر الفريسة ديالو. خرجتي تسهري في الويكاند ورجعت لي اليوم معطلة 4 ساعة وجايبك صديق حتى الباب شريكتي. انا ما فهمتش علاش هادشي معصبك يا سيدي، التاخر ديالي غنعوضو، وهذه اول مره كنتعطل فيها. تراجعت خطوه اللور ملي شفتو كيقرب بزاف، الكبرياء ديالي بدا كيدافع عليا. وحياتي الشخصيه خارج الشركه ما كنظنش باللي كتدخل في اطار العمل. حياتك الشخصية؟ وصل عندي الطول ديالو غطاني كامله، حط يديه بجوج على الباب اللي مورايا وسدو بالجهد. تفزعت وتلصقت مع الخشب ديال الباب. عمر حاصرني بين درعانو، الصدر ديالو كان كيطلع ويهبط بسرعة، والأنفاس السخونة ديالو ضربت في وجهي. انتي ما عندكش حياة شخصية كتأثر على خدمتك هذا؟ غوت بصوت مبحوح، والنظرة ديالو كانت كتفحص وجهي، شفايفي وعيني بغضب أعمى. انا جبتك لهنا باش توقفي على رجليك، ماشي باش تخرجي تسهري مع دراري صغار يلاه كيتعلموا يلبسوا كوستيمات ويركبوا طوموبيلات رياضية، وديال الخدمة ديالك مشتتة وريحة عطر راجل آخر لاصقة في جاكيتك. الكلمات ديالو ضربوني. واش قدر يشم ريحة عطر يوسف اللي كانت في الطوموبيل؟ فتحت عيني مصدومة. عمر، انت كتجاوز حدودك، هادشي اللي كتقول ما عنده حتى علاقة بالخدمة، انت كتهضر بحال شنو؟ قاطعني هو كيزيد يقرب لدرجة صدرو قاص صدري. بحال شي حد كيغير، بحال شي حد كيحس بلي كاين شي حد اخر كيحاول يسرق داكشي اللي ديالو. الاعتراف ديالي نزل عليه بحال الصاعقة. انا ماشي ديالك يا عمر، انا موظفة عندك لا غير، وانا كنت خطيبة ولدك. غوت بانهيار، كنحاول نفيق راسي من هاد الجنون. ديك الجملة ديال حبيبة ولدك خلاتو يغمض عينيه لتانية، بحال إلا ضربتو بموس. الفك ديالو تشنج والعروق في عنقو برزو. ملي حل عينيه مبقاش فيهم الغضب، ولا فيهم واحد الهوس مظلم، واحد التملك اللي كيرفض المنطق. مد يدو وقبض على الفك ديالي بلطف، ولكن بقوة كافية باش تمنعني من الحركة. هز وجهي باش نتقابل مع عينيه اللي كانوا غارقين في الرغبة والوجع في نفس الوقت. ولدي ضيعك ملي كنتي بين يديه، وانا كابرت وتراجعت وبنيت حيوط باش نحميك من راسي وباش نحمي الاحترام اللي بيناتنا.
همس ضد شفايفي، الصوت ديالو كيرجف بواحد الضعف رجولي قاتل. ولكن ملي شفت داك الكلب كيشوف فيك اليوم الصباح، وملي شفتك كتضحكي ليه، عرفت بلي الا بقيت مربع يدي وكنلعب دور الراجل النبيل، شي حد اخر غياخدك مني. وهذا الشيء كنقسم لي كان هذا على جثتي باش يوقع. القلب ديالي كان كيضرب بواحد السرعة هستيرية. هاد الاعتراف الواضح، هاد الغيرة المجنونة اللي هرست كاع القواعد ديالو، خلاتني ندوب بين يديه. عمر، همست سميتو والدموع ديال التوتر تجمعوا في عيني. عاقبيني، كرهيني، قولي عليا خائن ولا اناني. حط جبهته على جبهتي وغمض عينيه كيتنفسني بحال شي حد كان كيغرق ويا الله لقى الاكسجين. ولكن ما طلبيش مني نرجع خطوه اللور، حيت من هاد اللحظه اي راجل غيفكر يقرب ليك وغنحرقه. ديك اللحظة في ديك المكتب المسدود تهرسات كاع القوانين. عمر ما بقاش داك المدير الغامض ولا الاب المثالي. عمر ولا غير راجل كيحس بخطر الفقدان، وقرر اخيرا يطلق العنان للوحش اللي كان حابسه. اقصى معركة يقدر يخوضها الانسان ماشي هي اللي كيواجه فيها عدو باغي يقتله، اقصى معركة هي اللي كيواجه فيها راسو ملي كيكون العقل كيغوت بلي هادشي حرام غلط ومدمر، والقلب كيغوت بلي هادشي هو الحياة، هو الدفا، وهو داكشي اللي كنتي كتقلبي عليه عمرك كامل. في ديك اللحظة الوقوف مربع الصحيح كيخليك تحسي براسك كتموتي بالبطيء، ولكن الاستسلام للغلط كيعني انك غتفقدي راسك للابد. الانفاس ديالو الساخنه كانت كتحرق شفايفي، والاعتراف ديالو نزل عليا بحال شي زلزال ريب كاع دوك الاسوار اللي بنيتهم. كنت مسجونه بين الباب ديال الخشب وبين الصدر ديالو اللي كيطلع ويهبط بعنف. ريحه العطر ديالو خدراتني، وعينيه الكحل اللي كانوا ديما باردين دابا كانوا كيحترقوا بواحد الرغبه هرست كاع القواعد. لتانية وحده فقط غمضت عيني، الجسد ديالي مال عنده بلا ما نشعر، بحال شي زهرة كتميل لجهة الشمس واخا غتحرقها. كنت باغا ننسى العالم، ننسى الشركة، وننسى كل شي، ونغرق في هاد العاصفة اللي سميتها عمر. ولكن في ديك اللحظة بالضبط ضربات في دماغي واحد الكلمة بحال شي جرس انذار قاطع. الوالد. الصوت ديال طارق وهو كيعيط ليه تردد في ودني. حليت عيني بالزربة والدموع ديال الرعب والقهرة تجمعوا في عيني. حطيت يديا بجوج على الصدر ديالو العريض واخا كان قاصح بحال الحجر، ودفعته بكل ما اوتيت من قوة. بعد مني يا عمر، غوت بصوت كيرجف ولكن فيه واحد الحدة ديال المرا كتقاتل على آخر ذرة ديال كرامتها. عمر تراجع خطوة صغيرة اللور، متفاجئ من الدفعة ديالي، ولكن عينيه بقاو مسمرين فيا كيشوفوا في الصدر ديالي اللي كيطلع ويهبط بسرعة. ندى، حاول يقرب عاوتاني، يدو تمدات بحال الا باغي يمسح دمعة هبطت على خدي. ما تقيسنيش، تكملش في بلاصتي لاصقة مع الباب. واش سمعتي راسك شنو قلتي دابا؟ واش واعي بهادشي اللي باغي دير؟ انت الاب ديال طارق، الراجل اللي كنت غنتزوج بيه، وانت المدير ديالي اللي عطاني خدمه باش نوقف على رجليا، ماشي باش نولي عاشقه ديالو في السر. الكلمات ديالي كانوا بحال شي موس كيضربوا في وجهه. شفت الفك ديالو كيتزير لدرجه ظنيت بلي سنانو غيتهرسوا، العروق في عنقو برزو، وداك الغضب رجع كيتجمع في ملامحو، ولكن هاد المره غضب مخلط بواحد الاحباط قاتل. واش كيسحب ليك هادشي سهل عليا؟ هضر بصوت مبحوح هابط كيشبه الزئير ديال الاسد مجروح، وضرب يدو بالجهد على الحيط اللي حدايا. واش كيسحب ليك؟ ما حاولتش بحال شي حماق نطفي هادشي اللي جاعل فيا؟ انا عمرني في حياتي ما فقدت السيطره، بنيت هاد الامبراطوريه بالعقل والمنطق، ولكن ملي كنشوفك المنطق ديالي كيتحرق. انتي ما عمرك كنتي لطارق، هو ما كانش كيشوفك، ما كانش كيعرف قيمتك، ولكن انا كنشوفك انا دا، كنشوفك كلك. وهاد الشي كيعطيك الحق تدمرني. بكيت ودموع هبطوا سخان على وجهي. الا استسلمت ليك دابا شنو غنكون؟ فاش غنشوف وجهي في المرايا شنو غنقول لراسي؟ باللي بعت كرامتي باش نكون مع اب خطيبي السابق اللي هو مديري في الخدمه؟
واش باغي تخلي الناس يشوفوني كخطافة الرجال اللي كتستغل الفرص؟ انا هربت من دارنا باش نبني راسي بشرفي، ما غنسمح لحتى شي حد واخا يكون انت يردني لشي حاجه رخيصه. الكلمه ديال رخيصه كانت بحال شي رصاصه اخترقاتو. عمر تراجع اللور، هاد المره تراجع بخطوات كبار، دوز يدو الكبيره على شعرو اللي تخربق وجر نفس عميق، نفس كيبان باللي كيحرق في صدرو. شاف دوك الدموع اللي في عيني وشاف كيفاش كنت كنترعد. هو راجل مهووس باغي يملكني، ولكن في نفس الوقت هو راجل كيقدر الكبرياء. شاف باللي الا زاد خطوه واحده لقدام غيهرسني للابد وغيخليني نهرب منه. عندك الصح، نطقها بصعوبه وصوته رجع بارد ولكن برود مصطنع، كيبان باللي كيخفي موراه جحيم. انا تجاوزت حدودي، الكبرياء ديالك والكرامه ديالك هما اللي خلاوني نحترمك من النهار الاول، وما غنكونش انا هو الراجل اللي غيهرسهم. مسحت دموعي بظهر يدي وحاولت نوقف مقعدة واخا ركابية كانوا فاشلين. اذا هادشي خصو يحبس هنا. الا ما كنتيش قادر تفصل بين حياتك الشخصية والخدمة غنحط استقالتي اليوم قبل غدا. التهديد بالاستقالة خلاه يهز راسو بالزربة، والنظرة ديال الخوف من فقداني بانت واضحة في دوك العينين الكحل العميقة. كان مستعد يتقبل الرفض، ولكن فكرة أنني نخرج من حياته بصفة نهائية كانت مرفوضة تماما عنده. لا، قالها بصرامة ورجع تقمص دور المدير، واخا النظرة ديالو كانت باغا كتحرقني. ما كاينلاش تستقلي، الغلط ديالي وانا غنتحمل مسؤوليته. غنرجع للور انا، غنحترم الحدود اللي بغيتي. من اليوم غنكون المدير ديالك فقط. شفت فيه كنحاول نقرا شنو مخبي مورا ديك الملامح القاسية، واش فعلا استسلم. تمشى بشوية جهة المكتب ديالو وعطاني بالظهر. سيري لمكتبك دابا وكملي خدمتك. حليت الباب وخرجت بالزربة بحال شي حد هرب من قفص ديال السباع. سديت الباب ورايا وسندت ظهري عليه في المكتب ديالي. قلبي كان كيضرب بجنون وكنتنفس بصعوبة. نجيت من الموقف، حفظت كرامتي وفرضت المنطق، ولكن الداخل ديالي كنت عارفة باللي عمر ما استسلمش، هو فقط تراجع باش يعطيني مساحة نتنفس قبل هاد الهدنة، حيت ما عندوش خيار آخر باش يخليني قريبة ليه. ولكن الوحش اللي فاق اليوم مستحيل يرجع ينعس. أحيانا ملي كتحاول تهرب من العاصفة كتلقى راسك دخلتي لقلب الإعصار. من نهار ديك المواجهة في المكتب والمسافة بيناتنا ولات بحال شي حقل ديال الألغام، كل خطوة محسوبة وكل نظرة مسروقة كتحمل ألف معنى وما كتنطق بوالو. ظنيت بلي الهروب للمنطق غيحميني، ولكن الأقدار عندها حس سخرية غريب. ملي كترفض تستسلم بإرادتك كتحطك في ظروف كتلوي ليك دراعك وكتخليك تواجه داك الشي اللي كتهرب منه في مساحة ما كتفوتش 2 مترو. دازت 2 سيمانات على ديك الليلة واخيرا ربحنا المناقصة ديال الساحل. الفرحة في الشركة كانت كبيرة، ولكن بالنسبة ليا هذا الرباح كان كيعني حاجة وحدة: سفر إجباري لمدينة طنجة باش نحضر مع عمر لتوقيع العقود النهائية. كان نهار طويل ومرهق. الاجتماع داز بنجاح وعمر كان في قمة الكاريزما ديالو. طريقة باش كان كيفاوض والحدة اللي في عينيه ملي كيهضر على الأرقام خلات قاع اللي في القاعة يحنيو ريوسهم احتراما ليه. بقيت جالسة في جنبه كناخد الملاحظات وكنحاول نتجاهل ديك الهالة ديال السلطة اللي كتخرج منه وكتخدرني. مع 6 ديال العشية سالينا كل شيء، يلا خرجنا من قاعة الاجتماعات حتى ضربات في زاج الأوتيل. واحد الرعدة قوية خلت الأرض ترجف. السما ديال طنجة كحالت في دقة وحدة، والبحر اللي كان هادي في صباح ولا كيهيج وكيضرب في السور ديال الكورنيش بغضب أعمى. العاصفة بدات أبكر من المتوقع. هدر عمر وهو كيشوف السما من الزاج الكبير ديال الباهو. هز التليفون ديالو عقد حجبانو ورجع شاف فيها. طريق الرجعة القطط سدات، السلطات علقوا السفر في الطرود بسبب الفيضانات. حسيت بقلبي طاح المعدة ديالي. واش كيعني هاد الشي؟ اننا خاصنا نباتو هنا، ما عندناش خيار اخر. دار جات لا ريسبسيون ديال الاوتيل. بقاي معايا
غنشوف معهم يوجدوا لينا جوج غرف. تبعته بخطوات ثقيلة بحال بنيته صغيرة تابعة الأب ديالها. البهو كان عامر بالناس اللي حصلوا حتى هما بسبب العاصفة، وكل شي كيحاول يلقى بلاصة فين يبات. عمر وقف قدام غيسبسيون، وبديك النبرة الهادية اللي كتفرض الطاعة طلب جوج غرف منفصلين. الموظف شاف السيستم ديالو ووجهو صفار شوية بالتوتر قدام الهيبة ديال عمر. كنعتذر بزاف اسيدي، ولكن الاوتيل عامر عن اخره. الناس كاملين اللي كانوا مسافرين رجعوا حجزونا في الغرف اللي بقاو. عمر حط يدو الكبيرة فوق الرخام ديال الغيسبسيون ومال كامل القدام. انا مستعد نخلص الدوبل. قلب السيستم ديالك مزيان. الموظف صار طريقه برعب. اقسم بالله سيدي ما كرهت، ولكن راه بقات حتى ما بقات عندنا حتى شي غرفة خاوية من غير. سكت وتلفت جهتي، عاد كمل بصوت خافت. من غير الجناح الملكي في الطابق الفوقاني. يلا واحد الكليان لغى الحجز ديالو دابا. مزيان، اعطيه لينا دابا واعطينا غرفة اخرى. ولكن سيدي راه هو اللي كاين في كاع الاوتيل، جناح واحد وفيه سرير واحد. الكلمة ديال سرير واحد نزلت بحال شي صاعقة وسط داك البهو المكتظ. هزيت يعني بالزربة في عمر، الفك ديالو كان متصلب والعروق اللي في جنب جبهتو كانوا كينبضوا. هو براسو كان عارف بلي هاد الاحتجاز في هاد الجناح هو أسوأ حاجة تقدر توقع للسيطرة اللي كتقاتل باش يحافظ عليها. تنهد نهيدة قوية، جبد لاكارت كيشي ديالو لحا فوق الرخام. اعطيني الساروت. طلعنا في المصعد في واحد سكات مميت غير انا وهو، وصوت الموسيقى الهاديه ديال لاسانسور اللي كانت كتستفز التوتر اللي بيناتنا. حلينا الباب ديال الجناح ودخلنا. الجناح كان فخم بزاف، واجهه زجاجيه كامله كتطلع للبحر الهايج. اضاءه خافته ودافيه وديكور غامق كيشبه الاسلوب عمر. ولكن كاع هاد التفاصيل تبخرات ملي طاحت عيني على الوسط ديال الغرفه. سرير دائري ضخم مفروش بحرير أبيض كيتوسط المكان بحال شي مذبح كيتسنى القربان ديالو. عمر سد الباب مورايا. صوت القفل خلى قلبي يضرب بواحد الإيقاع هيستيري. المساحة واخا كبيرة، ولكن وجودنا بجوج فيها خلى الأكسجين يتقال. تمشى هو جهة الشرجم، حيد الكبوت ديالو اللي فازق شوية بالشتا ولاحو فوق واحد الفوتوي ديال الجلد. بدا كيحس ضيف الاولين ديال القميجة ديالو بحال الا كيحس بالخنقة، والظهر ديالو العريض عاطيني باتساع. الناموسية ديالك. هضر بصوت خشن بلا ما يدور يشوف فيا. انا غنحس فهاد الفوتوي. عمر الفوتوي ما غيقدكش، الطول ديالك غيخليك تعذب بالليل كامل. نقدر انا نعس فيه ولا نطلبو شي غطاء نعس في الارض. حاولت نهضر بمنطق واخا صوتي كان كيرجف. دار عندي بسرعة والنظرة اللي في عينيه سكتاتني، كانت نظرة ديال راجل وصل للحافة. ندا. ندق سميتي بواحد الثقل خلاني نتقفز. ما تناقشينيش في هاد الشي. الا بغيتيني نحافظ على ديك المسافة اللعينة اللي طلبتي، سيري نعسي في داك السرير وتغطاي وما تخرجيش منه. الكلمات ديالو كانوا أمر، ولكن النبرة ديالو كانت اعتراف بالضعف. هو خايف، خايف من راسو أكثر ما خايف عليا. مشيت جيت الحمام بالزربة، بدلت حوايجي، دوشت ولبست بيجامة ديال الحرير كحلة لقيتها في الجناح. ملي خرجت لقيتو طفى الضوء الكبار وخلى غير واحد الفيوزة صغيرة شعلة في القنت. كان جالس فوق داك الفوتوي محيد الصباط ومسند راسو اللور، ويدو كدوز على وجهو بتعب. تخشيت في داك السرير الكبير وجريت الغطاء حتى لعنقي. برا العاصفة كانت كتزيد تجهد، الرعد كيضرب والبرق كيضوي الغرفة المظلمة لثواني، كيعكس الظل ديال عمر على الحيط. دازت ساعة والنعاس طار من عيني. كنت كنتقلب وكل حركة كنديرها في داك الحرير كان كيسمعها في داك السكات. فجأة ضربت واحد الرعدة قوية بزاف لدرجة أن الزاج ديال الشرجم ترعد والضوء ديال الجناح تقطع بصفة نهائية. بقينا في الظلام الكلي. شاقت بخوف وجلست فوق السرير، يدي كتقلب على التليفون باش نشعل الفلاش. ندا، واش انتي مزيانة؟ صوت عمر جا من الظلام، قريب قريب بزاف. الضوء طفى. همست وانا كنسمع خطوات البطيئة كتقرب لجهتي. ضوى واحد البرق قوي برا،
وفي ديك الثانية بان ليا كان واقف قدام السرير مباشرة. الملامح ديالو كانت قاسية، ولكن عينيه كانوا كيحرقوا كاع ديك المسافات اللي بنيناها. أنا هنا. قالها بصوت مبحوح هابط لدرجة كيشبه الهمس، والركبة ديالو قاست الحافة ديال السرير. فاش قرب كتر الهوا بيناتنا ولا مشحون بالكهرباء. انا جالسة وسط السرير وهو واقف في الحافة ديالو وسط الظلام. العاصفة اللي برا ما كانت والو قدام العاصفة اللي غتنفجر في هاد الجناح الليلة. كيقولوا بلي الظلام كيخفي الحوايج، ولكن الحقيقة هي ان الظلام كيعرينا. ملي كيمشي الضو كتمشي معاه كاع ديك الاقنعه اللي كنلبسوها بالنهار. ما بقاش كيبان المدير ولا الاب، كيبان غير الراجل اللي لداخل والمراه اللي كتقاتل باش ما تغرقش فيه في ديك الليله وسط داك الجناح المظلم. العاصفه الحقيقيه ما كانتش برا في الساحل، العاصفه كانت جالسه في الحافه ديال السرير ديالي. الظلام كان ثقيل كيخنق، ولكن الحضور ديالو حدايا واقف على بعد سنتيمترات من السرير كان أثقل. الرعد ضرب عاوتاني برا، والضو ديال البرق اخترق الزاج لثانية وحدة. كشف ليا على الوجه ديال عمر. الملامح ديالو كانت متشنجة بحال شي راجل كيخوض حرب طاحنة لداخل ديالو، وعينيه كانوا مسمرين فيا بواحد الهوس اللي ما بقاش قادر يخبيه. جلس والوزن ديالو جرني بلا ما نشعر جهته. بقيت جالسة جامعة ركابية لعندي وكنتنفس بصعوبة. ريحة العطر الخشبي ديالو مخلطة بريحة المطر والتوتر عمرت لي الرية ديالي. انا غنقلب على التليفون باش نشعلو الفلاش. هدرت بصوت كيرجف، يدي كتقلب بعشوائيه فوق الفراش باش نهرب من هاد القرب اللي غيقتلني. ولكن قبل ما نلقاه يدو الكبيره الدافيه والخشنه طاحت فوق يدي وحبساتني. اللمسه ديالو وسط داك الظلام كانت بحال شي جمره طاحت على جلدي. التيار الكهربائي اللي داز في ذاتي خلاني نتقفز ونحبس النفس. خليه. همس بصوت مبحوح هابط بزاف كيرجف بواحد الضعف اللي معمرو بان فيه. خلينا في الظلام هنادا، حيت في الظلام ما كاينش طريق، ما كاينش شريكة، وما كاينش داك العالم اللي برا اللي كيفرض علينا نكونوا شي حاجة حنا ما بغيناهاش. القلب ديالي كان كيضرب بجنون لدرجة خفتو يسمعو. عمر، هادشي اللي كديرو خطر، انت كتلعب بالنار. انا اصلا كنت تحرق. جاوبني نيشان وصوتو تقطع. حرك يدو اللي كانت شادة يدي وطلعها ببطء مع دراعي حتى وصل لوجهي. صبعو الكبير داز على حنكي كيمسح واحد دمعة ديال التوتر اللي هبطات بلا ما نشعر. نهار شفتك في داك المقهى كتشعلي ديك الشمعة بوحدك والعافية شاعلة فيا. هدر هو كيقرب وجهو لوجهي، الانفاس ديالو السخونة ضربات في شفايفي. حاولت قسما بالله إلا حاولت نكون الراجل العاقل الأب المثالي اللي كيحمل حدود. سديت عليك في مكتب ديال الزاج باش تبقاي قدام عيني، ولكن بعيدة على يدي. ولكن كل شي راب. ما بقيتش قادر نتحمل فكرة أن شي راجل آخر غيقيسك ولا غيشم ريحتك ولا غيشوف هاد النظرة اللي كنشوفها في عينيك دابا. عمر، همست سميتو وصوتي خرج بحال شي توسل باش يبعد وتوسل باش يقرب كتر في نفس الوقت. قولي لي، واش ما كتحسي بوالو؟ همست ضد شفايفي النيف ديالو قاس النيف ديالي. قولي لي بلي النبض ديالك ما كيتصارعش ملي كندوز من حداك. قوليها انا دا، نقسم ليك غنوض من السرير وما عمري غنزيد نقرب ليك. الكلمات ديالو حطوني في زاوية مسدودة. العقل ديالي كيغوت باش نكذب ونعتق راسي، ولكن الجسم ديالي كان كينطق بالحقيقة. كنت كنترعد بين يديه والأنفاس ديالي كانت متقطعة. ما نقدرش، بكيت بصوت خافت ويديه بجوج حاطو بوجهي بحال الا شهد شي حاجة ثمينة بزاف وغتهرس ليه. ما نقدرش نكذب، ولكن هادشي غلط. اذا خلي العالم كامل يكون على صواب، وخلينا احنا نكون الغلط. في ديك اللحظة سالت لغة العقل. عمر ما زادش تسنى، مال بوجهه وطبع شفايفه على شفايفي. القبلة اللي ما كانتش هادية وما كانتش لطيفة، كانت قبلة ديال راجل كان كيموت بالعطش ولقى الماء أخيرا. كانت قبلة قاسية متملكة ويائسة.
الشفايف ديالو تحركوا على ديالي بواحد الجوع اللي هرس قاع دوك الحيوط اللي بنيناهم في ديك الشهور. يدو دازت على ظهري كتعنقني بواحد القوة بحال الا خايفني نهرب، واليد الاخرى باقا شاده في وجهي خليط ديال القهوة المرة، العطر الرجولي وشي حاجة برية تماما خدر ليا كاع الحواس ديالي. كان كيعاقبني على دوك الايام ديال الجفاف، وكيعاقب راسو على المقاومه ديالو. ملي تقطع لينا النفس بعد وجهو بشويه، ولكن جبهتو بقات لاصقه مع جبهتي. الصدر ديالنا بجوج كان كيطلع ويهبط بعنف، والهوا ديال الجناح ولا سخون وخانق. باس خدي وعنقي وبلاصه النبض ديالي اللي كانت كتضرب بجنون. انتي ديالي انا دا، همس في ودني بصوت خشن كيخترق العظام، يده مزير على خصري. من هاد الليلة ما كاين لا طارق لا كبرياء لا هروب، انت ديالي وما غنسمح لحتى شي قوة فهاد الارض تاخدك مني. عنقني وخشى راسو في صدري، كيتنفسني بعمق بحال شي وحش رجع اخيرا الملاذ ديالو. في ديك اللحظة وسط داك الظلام وصوت الرعد اللي كيضرب برا، عرفت بلي خديت خطوة في واحد الهاوية اللي ما عندهاش قاع. عمر طيح قاع الحصون، وأنا سلمت ليه المفاتيح. من غدا غنواجهو العالم، غنواجهو طارق، وغنواجهو الفضيحة. ولكن فهاد الليلة كنا غير جوج ديال الأرواح خاطئين لقاو المغفرة ديالهم في بعضياتهم. كيقولوا بلي الصباح كيجيب معاه الامل، كيمسح كاع الكوابيس وكيعطي فرصه جديده. ولكن ملي كترتكب خطيئه لذيذه بحجم داكشي اللي درنا البارح، الصباح ما كيمسح والو. الصباح كيجيب معاه المواجهه. الشمس ما كتدفيش، بل كتعرينا قدام الواقع وكطرح داك السؤال المرعب: ودابا شنو غنديرو؟ حليت عيني بصعوبة. الضوء ديال الشمس كان كيخترق الزاج ديال الجناح، كيعلن بلي العاصفة اللي ريبات كلشي برا والداخل سالات. كنت ناعسة وسط السرير الكبير ملفوفة في دوك الغطايات ديال الحرير. البلاصة اللي حدايا كانت خاوية، ولكن الدفا ديالها وريحة العطر الخشبي المخلط بريحة القهوة كانوا باقيين لاصقين في المخدة. غمضت عيني لتانية وذاكرتي رجعات كتعرض عليا كاع داكشي اللي وقع في الليل، اللمسات ديالو، القوة ديالو، والاعترافات اللي تمسات وسط الظلام. كل شي كان حقيقي، ما كانش حلم. هزيت راسي بشوية. عمر كان واقف قدام الواجهة الزجاجية كيشوف البحر اللي رجع هادي. كان لابس سروال ديال الكوستيم والقميجة البيضة ديالو ولكن بلا قرافاطة، والكمام مطويين. كان هاز كاس ديال القهوة في يديه وكيهضر في التليفون بصوت خافت وصارم. بغيت طريقتكم مسرحة، غنرجعو اليوم. الاجتماع ديال الجوج غيتأجل حتى الغدا. مفهوم. قطع المكالمة ودار جهتي. اللحظة اللي تلاقات فيها عيني بعينيه، حسيت بقلبي كينقص في صدري. كنت كنتسنى نشوف في عينيه الندم أو داك التراجع المهني اللي كيستعملو ديما باش يهرب، ولكن ما لقيت حتى حاجة من هاد الشي. النظرة ديالو كانت ثابتة، فيها واحد الرضا عميق وواحد التملك واضح ما بقاش كيحاول يخبيه. حط كاس القهوة فوق الطبلة وتمشى جهة السرير بخطوات موزونة. الطول ديالو والهيبة ديالو في هاد ضوء الصباح كانوا كيخلعوني وكيجذبوني في نفس الوقت. جلس في الحافة ديال السرير تماما في البلاصة اللي كان جالس فيها البارح في الظلام. صباح الخير، همس بصوته العميق المبحوح ومد يدو الكبيرة باش يزيح واحد الخصلة ديال الشعر طاحت لي على وجهي. اللمسة ديالو كانت حنينة ولكن فيها تأكيد بلي داكشي اللي وقع البارح مستحيل تنسى. صباح الخير، همست وجريت الغطاء العنقي بلا ما نشعر. كنحس بالتوتر كيرجع ليا. العاصفة ديال برا سالت نادى، جاوبني هو كيشوف التفاصيل ديال وجهي بحال إلا كيحفظهم. ولكن العاصفة ديالنا يلاه بدات. جلست مقادة في الفراش وتنهدت بضيق. عمر، ملي غنخرجو من هاد الباب غنرجعو للواقع. طارق، الشركة، الناس، هادشي كامل كيتسنى فينا. واش مستوعب الحجم ديال الفضيحة؟ إلا شي حد ساق الأخبار أنا غنولي فم المدفع. عمر قصح الملامح ديالو وشد يدي اللي كانت كترعد، زير عليها بين يديه بجوج. شوفي فيها أنا دا، هضر بنبرة ديال آمر كيرفض الانهزام. انا راجل ما كيتخباش وما كنلعبش في العتمه. داكشي اللي وقع البارح ما كانش نزوه غنغطيو عليها من يطلع الشمس. انت اختاريتيني
وأنا حلفت ما نخليك تلتجي حد آخر. بالنسبة للشركة، انتي غتبقاي في المكتب ديالك ومقامك محفوظ. وبالنسبة لطارق، سكت لثانية والفك ديالو تزير. طارق كان هو الجرح الكبير والنقطة اللي ما يقدرش يتجاوزها بسهولة. طارق ولدي، وانا غنتحمل مسؤولية هاد الشي قدامه. غنواجهو انا بوحدي، ما غنسمحش ليه ولا حتى شي حد اخر يقاسك بكلمة. واش فاهمة؟ الكلمات ديالو كانوا بحال شي درع حطو قدامي. هذا الراجل ما هربش وما رماش اللوم عليا، هز الحمل كامل على كتافه، وهذا الشي زاد غرقني في الحب ديالو. خايفة عمر، عرفت بصوت مخنوق جرني لعنده وخشاني في صدرو العريض. ريحته والنبض ديالو اللي كنسمعو تحت ودني كانوا هما الأمل الوحيد اللي كنعرف في هاد اللحظة. بس راسي بوسة طويلة. الخوف سال البارح في الليلة ندى، نوضي لبسي حوايجك غنرجعو. طريق في الطوموبيل كانت هادية ولكن عامرة بواحد التوتر زوين. يدو اليمنية ما فرقاتش يديتو للطريق، كان كيسوق بيد وحدة، وكل مرة كان كيهز يديه كيبوسها وكيرجع يركز في السياقة. داك البرود اللي كان بيناتنا داب تماما، وبلاصتو بانت واحد الحنية رجولية طاغية. وصلنا لكازا مع الجوج ديال العشية. غنوصلك للاستوديو ديالك ترتاحي، وغنمشي للشركة نقضي شي امور، وفي الليل غنجي نشوفك. هدر هو كيدور في الدورة اللي كتدخل الحي ديالي. واخا جاوبته بابتسامة مرتاحة، ولكن ملي قربنا في العمارة اللي ساكنة فيها الابتسامة ديالي تجمدات والدم هرب لي من وجهي. قدام الباب ديال العمارة كانت واقفة الطوموبيل ديال طارق، وهو كان مسكي عليها كيدخن كغارو وكيبان عليه القلق والتوتر. عمر فران الطوموبيل بشوية على بعد أمتار، شاف طارق والملامح ديالو رجعت قاسية وصارمة في ثانية وحدة. طلق يديه وشد الفولون بجوج يدين. شنو كيدير هنا؟ همست بخوف. كيفاش عرفني رجعت؟ ما عرفكش رجعتي، غالبا جاي يقلب عليك حيت ما جاوبتيش في التليفون. عمر هدر بصوت هادي ولكن عينيه كانوا كيتحولوا لعاصفة. طارق لمح الطوموبيل ديال باه، رمى الكارو في الارض وعفط عليه وبدا كيتمشى جهتنا. الملامح ديالو كانت مستغربة. شنو كيدير باه في الحي ديال خطيبته السابقة؟ شنو غنديرو؟ عمر طفى المحرك، دار عندي، حط يدو على خدي وتبت النظرة ديالو في عيني. غتبقاي هنا في الطوموبيل، ما غتنزليش، ولكن غيشوفني معاك. خليه يشوف. جاوبني ببرود مخيف. جا الوقت باش يفهم بلي انتي ما بقيتيش ديالو. عمر حل الباب ديال الطوموبيل ونزل، سد الباب وراه، وقف كيتسنى ولدو يقرب. انا بقيت لداخل محبوسه مرزاج، كنشوف هاد المواجهه اللي كنت كنتهرب منها. الاب والابن، والسبب بيناتهم هي انا. أصعب مشهد يقدر يتفرج فيه الإنسان هو ملي كيشوف جوج الناس كيتشاركوا نفس الدم واقفين وجه لوجه، والسبب في ديك الصراع هو انتي. من ورا الزاج ديال الطوموبيل كنت كنشوف طارق الشاب اللي عشت معاه 3 سنين، كيبان بحال شي دري صغير تعلف. وكنشوف في عمر الراجل اللي البارح كنت بين يدو واقف بحال شي جبل كحل، مستعد يهرس اي حاجه تقرب لداكشي اللي كيعتبرو ديالو، حتى واخا تكون ديك الحاجة هي ولدو. الجو برا كان مغيم والشارع خاوي إلا من دوك الجوج. بقيت جالسة في الطوموبيل كنشوف عمر اللي سد الباب وراه ووقف بثبات، خاشي يديه في جيب السروال ديالو. الهيبة ديالو بوحدها كانت كافية باش تخلي الخطوات ديال طارق تقاله هو كيقرب. وليد، صوت طارق وصلني مكتوم من مورا الزاج، ولكن الملامح ديالو كانت مقروءة. الصدمة، الاستغراب، ومن بعد الشك. هز عينو للطوموبيل، شافني جالسة لداخل ورجع شاف باه. شنو كدير هنا؟ وعلاش ندى راكبة معاك في طوموبيلتك؟ عمر ما تحركش من بلاصتو، ما رمش ليه جفن. كنا في اجتماع عمل في طنجة، طريق تقطعات بسبب العاصفة ويلا رجعنا. السؤال الحقيقي هو انت ليش كدير هنا واقف قدام عمارة ديال بنت سالات معاك علاقة ديالها؟ الصوت ديال عمار كان هادي رزين ولكن قاطع بحال السيف. هاد البرود ديالو ديما كان كيستفز طارق، واليوم زاد شعل فيه العافية. بنت سالات معايا؟ طارق ضحك واحد ضحكة عصبية وهز يديه في السما. ندى،
ندى خطيبتي، احنا تخاصمنا وصافي بحال اي كوبل. جيت نصالحها، جيت نردها للدار، وانت كتدخل بيناتنا وتلعب دور المدير المنقذ. تمشى طريق بخطوات سريعة جهة الطوموبيل باغي يوصل للباب ديالي. ندى حلي الباب، غوت. ولكن قبل ما يوصل عمر تحرك بخفة وقوة ما كتوقعهاش من راجل في عمره. وقف قدام طارق وسد عليه الطريق بجسده العريض، حط يده الكبيرة العروق ديالها بارزين على صدر ولده، ووقفوه في بلاصتو بالجهد. قلت ليك. عمر هضر بصوت هابط مبحوح وفيه واحد النبرة ديال التهديد الخالص اللي خلاتني نترعد واخا انا لداخل. ما غتقربش للطوموبيل وما غتغوتش عليها. طارق شاف اليد ديال باه اللي محطوط على صدره، وشاف في ديك النظرة المظلمة اللي في عينين عمر الشاب اللي كان ديما متسرع ومتهور. سكت، استوعب بلي باه ما كيهضرش معاه كأب كينصح ولده، كيهضر معاه كراجل كيدافع على مرا. الوليد. طارق هضر بصوت كيرجف، والشك بدا كيتحول ليقين مرعب في عينيه. واش كتحامي عليها مني؟ طردتيني من الدار، قطعت عليا الفلوس، ودابا واش باغي تاخدها ليا حتى هي؟ واش كاين شي حاجه بيناتكم؟ السؤال نزل بحال شي قنبله في الشارع. حبست انفاسي ويدي زيرات على السنتوره ديال الطوموبيل. كنت كنتسنى عمر ينفي، يكذب او يتهرب باش يحمي صورته قدام ولده. ولكن عمر عمره ما كان جبان. قرب راسو لطارق والملامح ديالو تشنجات بالقسوه. انا ما كناخدش داكشي اللي ديال الناس طارق، انا كنهز داكشي اللي الناس رماو وما عرفوش بقيمته. وسعوا عينين طارق بالصدمة والدم هرب من وجهه بالكامل. عمر زاد كمل والكلمات ديالو كانوا كينزلوا بحال الرصاص. هذا ما بقاتش ديالك من نهار خليتيها تبكي بوحدها في داك المطعم حيت ضيعتي فلوس الكرا، فقدتي الحق فيها. دابا نادا في الحمايه ديالي انا. الا شفتك داير بصحتها ولا سمعت باللي اتصلتي بها او برصتيها غتنسى بلي انا باك وغنربيك بطريقه اخرى. واش كلامي واضح؟ طارق بقى جامد في بلاصتو، الكبرياء ديالو تهرس والغرور ديالو تفرتت قدام هاد الجبل اللي واقف قدامه. شاف باه بنظرة فيها مزيج من الكره، الخذلان والقهرة. عاد من راسو وشاف فيا من مورا الزاج. ديك النظرة ديال طارق غتبقى محفورة في ذاكرتي. ما كانتش نظرة ديال حبيب مجروح، كانت نظرة ديال دري صغير تسرقات ليه اللعبة ديالو، وعقلو ما قادرش يتقبل باللي اللي سرقها ليه هو باه. تراجع طارق خطوة اللور، نتر راسو ودار عطانا بظهره. تمشى جهة طوموبيلتو بخطوات سريعة، ركب ديمارة بالجهد. درجة الروايد دار صوت عالي في الأسفل وزاد طاير. عمر بقى واقف في بلاصتو كيشوف الطوموبيل ديال طارق حتى غبرات. دوز يدو على شعور الكحل وتنهد واحد التنهيده ثقيله بحال الا عاد تخلص من شي حمل كبير. دار وفتح الباب ديال الطوموبيل وركب حدايا. السكات طاح علينا، كنت باقا مصدومة، كنت نفس بصعوبة. عمر سد الباب، حط يديه بجوج على الفولو وهبط راسو كيحاول يهدن الأنفاس ديالو. قسيتي عليه بزاف عمر، همس بصوت خافت والدموع بداو كيتجمعوا في عيني من التوتر ديال الموقف. انت دمرتيه. دار عندي بسرعة ديك القسوة اللي كانت في وجهه برا دابت في ثانية، وبلاصتها بانت ديك الحنية اللي كيخليها ليا بوحدي. مد يدو وشد وجهي بين كفوفه الدافية ومسح دمعة هربت من عيني بصبعه الكبير. الا كان هادشي هو الثمن باش نحتفظ بيك فغندفعو بلا ما نندم. قالها بواحد اليقين مرعب. طارق كان خاصو يفيق، كان خاصو يفهم باللي الحياة مكنتسناوش فيها الناس حتى يكبروا. انتي عانيتي معاه بما فيه الكفاية وما نسمحش ليه يضيع عليك نهار آخر من عمرك. قرب وجهه لوجهي وباسني في جبهتي بوسة طويلة دافية بحال إلا كيمسح قاع داك الخوف اللي شفتو برا. سالات ندى، القطيعة سالات. همس وهو باقي معنقني. دابا كاين غير انا وانتي. طلعي لدارك ارتاحي وسدي الباب مزيان. الليلة غنكمل الخدمة في الشركة وغدا غنبدا حياة جديدة. هزيت راسي بالإيجاب، نزلت من الطوموبيل وطلعت في الدروج ديال العمارة. ملي دخلت الاستوديو ديالي وسديت الباب سندت ظهري عليه وهبطت الأرض كنبكي. بكيت حيت المسرحية سالات، بكيت
حيت الوحش اللي فاق في عمر اليوم أكد ليا بلي هاد الحب ما غيكونش ساهل وما غيكونش مسالم. هاد الحب غيحرق كل شيء في البداية ديالو، ولكن الدفا ديالو هو الحاجة الوحيدة اللي كتستاهل نغامر بحياتي على قبلها. الفرق بين الدري والراجل ماشي في العمر ولا في ديك الخيوط البيضاء اللي كتزين الشعر، الفرق كيبان في ديك اللحظة اللي كطيح فيها وتضيق بك الدنيا. الدري كيقلب على شكون يهزوه ويواسيه، ولكن الراجل كيولي هو الأرض اللي كتهزك. مع طارق كنت أنا هي الأم، السند والبنك. عشت معاه بحال شي ماكينة خاصها ديما تكون قوية، ولكن مع عمر لأول مرة في حياتي كنحس براسي مرة من حقها تضعاف. تنهار وتلقى حضن كبير كسد عليها بيبان العالم وكيقول ليها ارتاحي أنا هنا. الليل طاح على كازا والهدوء رجع للاستوديو ديالي. جلست فوق الفوتوي الصغير لابسة بيجاما قطنية دافية وكنتسنى عمر. قال لي بلي غيجي في الليل، وهذا الوعد بوحدو كان كافي باش يخلي قلبي يضرب بإيقاع مجنون. مع 9 نيشان سمعت دقات خفاف وموزونين في الباب. وقفت بالزربة، قديت شعري اللي كنت جامعاه بعشوائية وحليت الباب. كان هو عمر واقف في العتبة ديال داري لابس كبوط كحل وهاز في يديه 2 أكياس ديال الأكل من واحد المطعم راقي. بمجرد ما خطا الخطوة الأولى لداخل حسيت بالاستوديو ديالي صغار. الطول ديالو اكتاف الأعراض والهبة اللي كتدخل معاه فين ما مشى طغاو على المساحة كاملة. سد الباب وراه وعينيه الكحل مسحو وجهي بحال إلا كيتأكد بلي راني مزيانة، بلي ديك الدموع اللي خليته بيهم العشية نشفوا. جيتك في الوقت، قالها بصوت العميق والابتسامة الخفيفة اللي كيبينها غير ليا بانت في جنب فمه. مرحبا بك عمر، جاوبته بصوت خافت وبدعت باش نخليه يدخل الصالة الصغيرة ديالي. تمشى جهة الطبلة، حط الأكياس وحيد الكبوت ديالو علقه في الباب. كان محيد الكرافاطة وفاتح الصدايف الأولين ديال القميجة. بان لي التعب في وجهه، ولكن في نفس الوقت واحد الراحة غريبة كانت كتشع منه. جبت معايا العشاء، هدر هو كيجبد العلاب. عارفك مكليتي والو من الصباح واليوم كان نهار طويل وصعيب. قربت باش نعاونو نحط الطباصل ولكن شد ليا يدي. شنو كديري؟ سولني. غنعاونك نحطو العشاء. لا، جر يدي بشويه وباس باطن الكف ديالي. النظره ديالو كانت حنينه لواحد الدرجه كتذوب القلب. انتي وقفتي على رجليك بما فيه الكفايه وخدمتي على طبال يد الناس باش تعيشي. من اليوم ما غتهزي حتى كاس في دارك وانا حاضر. سيري جلسي انا غنتكلف. الكلمات ديالو ضربوني الوتر الحساس. هذا الراجل اللي كيسير امبراطورية ديال العقارات واللي الناس كترعد قدامه واقف في مطبخ صغير كيقاد ليا العشاء باش نرتاح. طارق كان كيتسنى مني نخدم عليه، ولكن عمر جا باش يخدمني. جلسنا متقابلين في ديك الطبلة الصغيرة. الأكل كان لذيذ، ولكن المذاق الحقيقي كان في ديك النظرات اللي كنا كنتبادلوها. عمر كان كياكل بهدوء ومخلي عينيه عليا بحال إذا كيراقب شي لوحة فنية خايفة تسرق ليه. عمر قطعت السكات وحطيت الفرشات من يدي. طارق واش هضر معاك من بعد داكشي اللي وقع في العشية؟ عمر مسح فمو بالمنديل وحطه ببطء. الملامح ديالو رجعات جدية شوية ولكن ماشي قاسية. عيط ليها، هدد وقال بلي غيفضحنا قدام العائلة والموظفين. شهقت بخوف. وشنو درتي؟ مال اللور في الكرسي وربع يديه على صدره. قلت ليه اعلم في خيرك ركبه، انا ما كنديرش شي حاجه في السر باش نخاف من الفضيحه. الا بغى يغوت، ولكن حذرته الا جبد سميتك على لسانه بشي كلمه خايبه ولا حاول يقرب لساحتك غنحرمه من السميه ديال عائلتي بصفه نهائيه. واش مستعد تخسر ولدك على قبلي يا عمر؟ هادشي راه حمل ثقيل عليا، ما نقدرش نتقبل هادشي كامل. هبطت عينيه كنشوف في يدي اللي كترعد. نظم بلاصتو وجا وقف حدايا، جر الكرسي ديالي بشويه حتى دورت وجهي لعندو. نزل على ركبه وحده قدامي. عمر داك الجبل اللي كان المكي نحاني لتحت، نزل على ركبتو باش يكون في مستوى عيني وشد يديا بجوج. سمعيني مزيان ندى، هدر بنبرة هادية ولكن قاطعة. انا ما كنخسرش ولدي، انا كنربيه. طارق مولف ياخد كلشي بالساهل
ونهار كيطيح يتخبى مورا ظهري. هاد الصدمة غتخليه يفيق يولي راجل، ولا غتخليه يغرق في الفشل ديالو. في هاد الحالتين القرار ديالو منتي. سكت لي تانية وطلع يدو دوزة على خدي. الإبهام ديالو كيمسح على شفايفي بخفة خلاتني نغمض عيني. انتي ماشي خيار ولا نزوة، انتي روحي. من لبستك البارح في داك الاوتيل عطيتك عهد بلا ما نكتبو. ما تسمحيش لداك الاحساس بالذنب يقتلك. الغلط الوحيد اللي درتو في حياتي هو انني تعطلت باش ندخلك لحياتي. انا باغي نتزوج بيك. فتحت عيني وشفت في دوك العيون الكحل اللي غارقين في العشق، ما بقيتش قادرة نقاوم. نحنيت لعندو ولويت درعاني على عنقو العريض وتخشيت فيه. عمر ما كيدوش بيا الوقت. عمر فعلا كيبغيني وبغي يتزوج بيا، كيشوفني الزوجة ديالو وشريكة حياته رغم فارق السن. عمر تنهات نهيدة عميقة ووقف هاسني معاه بحال ما كان وزن والو. رجليه تمشاو بيا جهة الفوتوي الصغير في الصالة، جلس وحطني فوق حجرو. الوضعية كانت حميمية بزاف. ظهري كان مسند على دراعه وراسو مخشف عنقي كيتنفس العطر ديالي بحال كياخد جرعة ديال الأكسجين. يدو كبيرة كانت محاوطة خصري واليد الأخرى كتلعب في شعري الطويل. واش كتعرفي شحال ديال الوقت وانا كنتخيل هاد اللحظة؟ همس في ودني ودار ليا الفراشات في معيدتي. شحال من نهار كنت كنشوفك جالسة ورا داك البيرو كتقراي في دوك الملفات بتركيز، وكنكون باغي نهرس داك الزاج اللي بيناتنا ونجرك لعندي وتقولي مراتي وملكي. ضحكت ضحكة خافتة وطلعت يدي دوزتها في داك الشعر الكحل اللي فيه شيبات خفاف من الجناب، داك الشيب اللي كيزيدو جاذبية خطيرة. كنت كنظنك كرهتيني في داك الشهر عمر، كنتي بارد بحال الثلج. هز راسو وشاف فيا بواحد النظرة اللي شالت العافية في كاع الحواس ديالي. البرود كان هو الحاجز الوحيد اللي منعني باش ما نواجهكش في الشركة، ولكن دابا. قرب وجهه وطبع قبلة طويلة دافية، قبلة ما فيهاش الغضب والخوف ديال البارح، فيها طمأنينة ملكية ووعود ديال حياة جديدة. دابا كمل همسو ضد شفايفي. الزاج تهرس والأسوار طاحت وانتي ديالي اليوم وغدا والآخر نهار في عمري. غمضت عيني ودبت في حضنه. العاصفة ديال طارق والخدمة والناس كلشي ولا برا ديال هاد الباب. في هاد اللحظة في مملكتي الصغيرة كنت بين يدين أسد غيور حنين وراجل كمل ليا داك الخوال اللي عشت فيه سنين. كيقولوا بلي الوقت كيداوي الجراح، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ما كيداويش. الوقت كيبدل البلاصة ديال داك الجرح بشي حاجة زوينة كتطغى عليه لدرجة كتنسى النهار اللي تضربتي تما. عام داز على ديك الليلة في طنجة، عام داز على النهار اللي ريبنا فيه القواعد وواجهنا فيه العالم. في هاد 365 يوم عرفت بلي الحب الحقيقي ماشي هو اللي كيجي ساهل. الحب الحقيقي هو داك اللي كيتقاتل باش تخليه يعيش وسط العواصف. واليوم ديك العاصفة خلات موراها أهدأ وأجمل حياة كنت نقدر نحلم بيها. وقفت قدام الواجهة الزجاجية الكبيرة ديال الفيلا ديالنا في كازا، كنشوف الموج ديال البحر اللي كيضرب في الصخر تحت منا. الشمس كانت يالله كتهبط كتلون السماء بالبرتقالي والذهبي وكتعكس الضوء ديالها على الزاج. كنت لابسه فستان طويل ديال الحرير بالبيض فضفاض ومريح، ولكن واخا هكاك ما بقاش قادر يخبي الكرش ديالي اللي كبرات. دوزت يدي ببطء على بطني المنتفخ، كنحس بواحد الحركه خفيفه لداخل وابتسمت لا إراديا. أنا في شهري السابع، تمرة ديال داك الحب اللي بدا وسط الظلام دابا كيكبر وسط النور. داك العام ما كانش ساهل. المواجهة مع طارق كانت قاسية في الأول، لكن عمر كان ديما في الموعد. بحكمة ديال راجل مجرب وبقوة ديال أب قدر يخلي طارق يستوعب الصدمة. طارق قرر يبعد، سافر يكمل قرايته في كندا وبدا حياة جديدة بعيدة علينا. أما الشركة عمر ما خلت شي حد يحل فمه. تزوجنا في واحد الحفل صغير راقي ومسدود علينا فيه غير الناس اللي كنبغيوهم. ومن ديك الليلة رجعت أنا هي الملكة ديال ديك الإمبراطورية اللي بناها. وقف على رجليك عاوتاني. طبيب قال خاصك ترتاحي. الصوت العميق الخشن لما كيزيدو الوقت غير جاذبية قاطع الخلوة ديالي. درت بشوية كان عمر يلاه دخل من الخدمة لابس الكوستيم ديالو الكحل اللي كيرسم الكتاف ديالو العراض، هاز الفيست في يدو
وحال القرافاطة الملامح ديالو كانت كتحمل التعب ديال نهار طويل في الشركة. ولكن اللحظة اللي طاحت عينو عليا داك التعب كله داب وتبدل بواحد النظرة ديال العشق والهوس اللي ما نقصاتش منها حتى ضرة من نهار تزوجنا. كنت كنتسناك، جاوبتو بصوت هادي والابتسامة ما فرقاتش وجهي. لاح الفيست فوق الفتاي وتمشى جهتي بخطواته الموزونة اللي باقا كتخلي قلبي يضرب بنفس الإيقاع ديال النهار الأول. غير وصل عندي جرني لعندو بشوية باش ما يضغطش على كرشي. حط يدو كبيرة ودافية على أسفل ظهري واليد الأخرى حطها بحنية مفرطة فوق البطني المنتفخ. توحشتكم بجوج. همس في ودني الانفاس ديالو السخونه ضربت في عنقي مع ريحه العطر الخشبي ديالو اللي ولات هي الاكسجين ديالي. حتى حنا توحشناك. طلعت يدي قديت ليه القميجه ديالو ودوز صبعاني في داك الشعر الكحل اللي زادت فيه الشيبه من جناب وعطاتو واحد الوقار خطير. باسني في جبهتي بوسه طويله عاد نزل راسو ببطء. داك الراجل اللي كترعد منه كازا كامله اللي كيسير مئات الموظفين بكلمه واحده حنا راسو ونزل على ركبه وحده قدامي. حط وجهه على كرشي وباسها بخفه. كيفاش كيفاش دوزتي نهارك مع ماماك أميرتي الصغيرة؟ هدر بصوت خافت حنين كبين واحد الجانب فيه ما كيشوفو حتى حد من غيري. واش عذبتيها اليوم ولا كنتي هادية؟ في ديك اللحظة البنية تحركات بقوة بحال الا كتجاوبو. عمر هز عينيه فيا وعينيه الكحل كانوا كيلمعوا بواحد الفرحة ديال طفل صغير لقى كنز. ضحك واحد ضحكة رجولية عميقة خلت قلبي يرفرف. كتهضر معايا، قالها هو كيمسح بصبعو الكبير على كرشي. كتهضر معاك وكتسناك تجي باش تنعس. ضحكت وخشيت يدي في شعره. راها بحالك عمر عنيدة وما كتهدن حتى كتحس بيك حداها. وقف عندي ببطء وجمعني في حضنه. الطول ديالو غطاني والدفا ديالو حماني من اي برد يقدر يضربني. ندى نطق سميتي بداك النبرة اللي ديما كتسحرني وهز وجهه باش نتقابل مع عينيه. اللي كنت في العشرينيات ضيعت شبابي باش نبني الحيوط باش نجمع الفلوس ونحمي راسي. ولكن دابا وانا في بداية الاربعينيات معك انتي عاد بديت كنعيش شبابي. انتي وهاد البنية اللي جاية للدنيا نتوما هما الامبراطورية الحقيقية ديالي. واي حاجة اخرى برا هاد الدار ما كتسوى والو. الكلمات ديالو كانوا بحال شي سيمفونية ختامية كتعزف على أوتار روحي. طلعت على طراف صباعي وطبعت قبلة دافية عميقة وعامرة بالامتنان على شفايفه. انت هو السقف اللي حماني عمر. همست ضد شفايفه. انت الراجل اللي خلاني نتيق بلي الحب ماشي هو الضعف. الحب هو أقوى سلاح نقدر نواجه به الدنيا. جرني لعنده كتار وعنقني وعينيه كيشوفوا في ديك الشمس اللي غطسات في البحر كتعلن على نهاية نهار وبداية ليل دافي في مملكتنا الصغيرة. سديت عيني في حضنه وابتسمت. القصة بدات بشمعة وحيدة في مقهى مظلم وسالات بشمس كتشرق كل نهار في داري مع راجل كمل يا روحي. وبنية غتكون هي الشاهدة على أعظم وأخطر وأجمل قصة حب عاشتها ندى. النهاية.